السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه طلاب الصف الثاني الثانوي؟ ان شاء الله نازله لكم النهارده بمراجعة بأمر الله هتلم معاكم الايام دي. هنقسم المراجعة على مرحلتين، هراجع اجزاء ان شاء الله. كمان هيبقى معانا برضو مراجعات للامتحان بأمر الله. طيب نمسك كده معانا، يلا كده ركزي معايا. اول درس كده معايا اللي هو الوحدة مين الاولى، اللي هي حضارات شبه الجزيرة العربية قبل ظهور مين الاسلام. عندي في ممالك ظهرت فين؟ في جنوب شبه الجزيرة العربية في بلاد مين؟ اليمن. كم مملكة عندنا؟ 3. في مملكة معين، مملكة سبأ، مملكة مين؟ حمير. مملكة معين اللي هي ظهرت في منطقة مين؟ الجوف باليمن، اللي هي عاصمتها مدينة ايه؟ كارنيو. اصل الحاجات دي خدناها قبل كده. اما سبأ عندك موجودة فين؟ منطقة ايه؟ جنوب غرب اليمن، عاصمتها مدينة ايه؟ مأرب. وخدي بالك ان يشترط هناك ان كان في سد، وكانت عاصمتها عندنا الملكه كانت هناك، كانت في ملكه مين؟ بلقيس. يبقى الملكه ده يبقى معناها ذلك كانت فيها نظام مين؟ الشبه الملكي. وخدي بالك ان الاثنين دول ظهرت فيهم الديانه الوثنيه. اما عندك مملكه حمير بتقع بين ومين؟ بين السبأ والبحر الاحمر، يبقى بحر القرظم يعني اللي هو بحر اسمه كده. يبقى هنا تتميز بالنشاط التجاري، عاصمتها مدينه مين؟ ريدين. طيب يمس هي كانت عندنا الديانه فيها ظهر ديانه مين؟ المسيحيه. اسمها الديانه يا شباب المسيحيه. طيب اما بقى اللي ظهر في غرب شبه الجزيره العربيه مين ومين؟ مكه، يثرب، والطائف. يبقى انت عندك كام واحده كمان يا شباب؟ مكه ويثرب والطائف. مكه ويثرب ايه؟ والطائف. مكه بتمتع بحاجتين بكم اهميه؟ 2: دينيه واقتصاديه. دينيه بسبب وجود الكعبه المشرفه. اقتصاديه موقعها التجاري، بيمر فيها قوافل مين؟ التجاريه. تنظيم رحلات الصيف والشتاء. الصيف موجود في بلاد الشام، والشتاء موجود في بلاد مين؟ اليمن في الجنوب. جميل. اما يثرب بقى، يثرب دي واحده زراعيه ومدينه برضه تجاريه، بيمر فيها مين برضه؟ القوافل التجاريه. يبقى هنا في تشابه بين الاثنين، بين مكه ويثرب، ان الاثنين عندهم نشاط تجاري. ايه النشاط التجاري عندهم يا ميس دير؟ عندهم نشاط تجاري بيمر فيهم قوافل مين؟ التجاريه. الطائف مناخ معتدل، سطحها مرتفع، اشترط بايه برضو؟ بالزراعه. طيب نيجي بقى نخش على الممالك في الشام وفي العراق. واحنا عرفنا ان بعد انهيار سد ايه؟ سد مأرب. كونت ممالك فين؟ اتكونت ممالك في العراق وفي بلاد الشام. مملكه الحيره في العراق، ومملكه الغساسنه في بلاد الشام. من القبائل يجي يقول لك الاصل اصلها ايه؟ هجرت من بلاد العراق، هجرت من اليمن، اسمها قبيله المناظره. اما عندك غساسنه هجرت قبائل من اليمن، قبيله مين؟ الازد. يبقى استقرت قبيله ايه في الغساسنه يا شباب؟ قبيله الازد. حلو. عاصمتها مدينه ايه؟ الحيره جنوب الكوفه هنا. اما هنا هتتعرض عاصمه اهمها مدينه ايه؟ الجابيه في الجولان. من اشهر الممالك هنا النعمان ابن المنذر. اما هنا جبلاء ابن الايهم. طيب هو الحيره والغساسنه بيختلف في الاختلاف في حاجه. في مين يا ميس دير؟ في الولاء السياسي، ان دي تبع الفرس ودي تبع مين يا جماعه؟ الروم. يبقى هنا الفرس وهنا ايه يا شباب؟ الروم. طيب ايه التشابه بينهم الاثنين بقى؟ عندي تشابه بين 3 حاجات. الاصل العرقي. الاصل ايه؟ العرقي. 2 النظام السياسي. 3 عندك يا باشا بقى ايه الحاجه الثالثه كمان؟ يبقى اصل عرقي، نظام ايه؟ سياسي. 3 العقيده الدينيه. الديانه مين؟ الديانه المسيحيه. يبقى احنا كده عرفنا كده التشابه بين ايه؟ بين ال3. طيب نيجي بقى نخش على النظام بتاعهم. نظام شبه الجزيره العربيه كان فيه نظام ايه؟ في نظام الحياه السياسيه اللي هو النظام مين؟ القبلي. كان عباره عن نظام ايه؟ عناصرها. مين بيمسكها؟ شيخ القبيله، واللي بيساعدوا مجلس القبيله هم فين ومين ومين؟ المشايخ والزعماء. جميل. طيب هم العلاقه هناك بين القبائل اختلفت. ليه؟ من بين ايه؟ من بين حرب وبين ايه؟ علاقه ايه؟ خلاف او علاقه وفاء. حرب ازاي بقى؟ ما بين حرب وسلام. كان بيتخانقوا على ايه؟ على الرعي
والماء. اما كمان بيتخانقوا عليه كمان الاخذ بالطار. يبقى هنا اسباب ايه؟ اقتصاديه. اما هنا اسباب ايه؟ اجتماعيه. طيب شيخ القبيله ده بيجمع في يده كل السلطات. بيجمع في يده ايه يا شباب؟ كل السلطات. اما النظام الشبه الملكي بيتاثر بسياسه مين؟ الفرس والروم. اللي ماسكهم مين؟ يبقى انت عندك النظام الملكي كان موجود فين؟ في اليمن، في الجنوب، وفي بلاد الشام في الشمال، وفي العراق عند الحيرة. يبقى انت عندك النظام الشبه الملكي موجود فين وفين؟ موجود في الجنوب، موجود في الشمال عند الشام والعراق، متأثرين النظام مين؟ السياسي للفرس والروم. تمام؟ جميل. طب مين بقى اللي مسك الحكم؟ الملك، كبار الموظفين، حكام الاقاليم، مجلس العام وجيش. وخدي بالك ان هنا في تشابه بين مجلس العام ومجلس مين يا جماعه؟ مجلس القبيله. مجلس ايه يا شباب؟ القبيله. جميل الكلام. ماشي. الحياه الدينيه بقى انقسمت عندنا الحياه الدينيه في شبه الجزيره العربيه الى كام ديانه؟ 3. في اول ديانه اسمها ديانه ايه؟ الحنيفيه، دين سيدنا مين؟ ابراهيم عليه السلام، وظهرت في مدينه مكه. اما اليهوديه دي سيدنا مين؟ عيسى عليه السلام، وظهرت في مدينه ايه؟ خيبر ويثرب وحمير. حمير دي عند اليمن يعني في الجنوب. المسيحيه دي سيدنا مين؟ اللي هو مين؟ انا اسفه، هنا موسى وهنا مين؟ عيسى. ظهرت فين؟ في الغساسنه والحيره وجزء من اليمن. يبقى انت المسيحيه ظهرت فين وفين؟ في العراق والشام. العراق عند الحيره والشام عند الغساسنه. يبقى كده في تشابه في الديانه او في العقيده الدينيه. في اليمن عند الحيره. اليمن عند مين يا جماعه بقى؟ الحيره. اما العباده بقى ظهرت دي عباده مين؟ الوثنيه، الصائبه والمجوسيه. يبقى كام عندي؟ 3. وثنيه، صائبه، مجوسيه. كل قبيله اتخذت ايه؟ صنم، بس ليبل ولاعات الحاجات دي كلها. وبرده هنا ظهرت في مدينه مين يا جماعه؟ مكه. يبقى هنا في تشابه بين الديانه الحنفيه والديانه مين؟ الوثنيه. ايه التشابه يا جماعه؟ التشابه ظهر في في الموقع. الصائبه اللي هي عباده مين يا مسادير؟ النجوم والكواكب مثل الرق حيران اليمن. المجوسيه عباده النار وفيها الهين، خير والشر، وانتقلت من الفرس جايه من الشرق. يبقى يجي يقولك اسمها عباده ايه؟ متناقضه. تمام. نخش على الحياه الاقتصاديه. انا عندي بقى الحرفه السائده الموجوده في شبه الجزيره العربيه هي حرفه مين يا جماعه بقى؟ حرفه الراعي. دي الحرفه السائده في شبه الجزيره مين؟ العربيه. بسبب الطبيعه الجغرافيه. يبقى كم سبب عندك؟ 3. لاسباب ايه؟ طبيعيه، جغرافيه، مناخيه. يبقى كم سبب يا شباب؟ طبيعيه، جغرافيه، مناخيه. اما الزراعه ظهرت فين؟ برضو قليله. طب ليه قليله؟ عشان الكام سبب برضو 3: جغرافيه، طبيعيه، مناخيه. وظهرت في شمال بلاد الشام. دي اول حاجه، يعني بسبب وجود امطار ايه؟ امطار شتويه. ظهرت في جنوب بلاد اليمن امطار ايه؟ امطار صيفيه. ظهرت في منطقه ابار والعيون اللي هي موجوده فين؟ في منطقه مين؟ يثرب. ظهرت في الوسط والاطراف عند العراق لوجود مين يا جماعه؟ الانهار. جميل. يبقى لو جه قال لك تشابه بين الشمال والجنوب ان فيهم هناك زراعه اعتماد على ايه؟ انهار ولا امطار؟ هتقولي امطار. جميل. طيب نخش على الصناعه. كان عندهم قليله محدوده. ليه؟ لقله الماده الخام. لقله الماده يا شباب الخام. مثل صناعه ايه؟ السيوف، الرمح، اواني الفخار، الحلي، ادوات الزينه، اللؤلؤ. استخرج منين؟ من الخليج العربي. طيب التجاره بقى ازدهرت ليه؟ دلل. اول حاجه بسبب طرق مين؟ المهمده، وخبره العرب في معرفه مين؟ النجوم والكواكب. الطرق يبقى استخدموا علم الهندسه.
النجوم والكواكب استخدموا علم مين؟ الفلك. يبقى خدي بالك استخدموا كام علم في التجاره؟ هندسه وفلك. شهرة مكة التجارية موقعها المتواصل بين الشرق والغرب، واحنا عارفين. كمان حاجة تانية عندك كمان الأسطول اليمني. الحاجة كمان الأخيرة العملات عندك كمان توجد عندك كمان في حتة تانية العملات المعدنية اللي هي مين ومين؟ الفرس والروم. الفرس ومين يا جماعة؟ والروم. يبقى ده يدل ان كان في تواصل بينهما. طيب نيجي بقى نخش على الحياة الفكرية والثقافية والعلمية. الأدب اشتهرت عندهم العرب بالشعر والخطاب. كان عندهم الأسواق بتستخدم ايه؟ أسواق في الشعر والخطاب. من أشهر الشعراء عندنا اسمه مين؟ نابغة الزبيني. الأسواق دي بتشتهر بإيه؟ كانت فيها مجال ايه ومجال ايه؟ اقتصادي ومجال ثقافي. ليه؟ إن الأسواق كانت تنافس الشعراء والخطباء، والثقافي عندنا التنافس، والتجارة. يبقى أنت عندك الأدب إيه؟ الشعر. الأسواق كانت إيه وإيه زمان؟ اقتصادي وثقافي. العلوم عرفوا طرق العلاج والأعشاب. من أشهر الطبقات عندي مين؟ الحارس الثقافية. أما الفلك كان عارف النجوم والكواكب وتستخدموا في نشاط مين؟ النشاط التجارة. الأنواع معرفة الرياح والأمطار، وهنا استخدموا فين؟ في الزراعة والتجارة. الهندسة بناء السدود، شق الترع في الجبال، ربط القرى. يبقى هنا في النشاط مين ومين؟ الزراعة والتجارة. جميل. أما بقى الفنون والعمارة ظهرت بيعتهم في نحت فن مين؟ النحت، حيث نحتوا مدينة مين؟ الحجر بدولة مين؟ الأنباط في الشام. بناء القصور والمعابد والأديرة مثل قلعة القسطاط اللي عملوها فين؟ في الغساسنة. معبد الشمس معمول فين؟ في اليمن. دير بنت النعمان، قصر خوانيك، قصر المشتى، قصر غمدان. يبقى انت عامله القصور بسبب النظام مين؟ النظام السياسي. ماشي. تعالوا بقى نعرف المجتمع. انقسموا من دول مجتمع كم طبقات؟ 3. وكان يقسمون الى بدو ايه؟ وحضر. الطبقة العليا اللي الأحرار والأغنياء، الوسطى صغار التجار الحرفيين، الدنيا فقراء وأموالي. وكانوا بيقسموا حسب كام حالة؟ 3. حالة اقتصادية، حالة اجتماعية، والأصل مين؟ الإرك. جميل؟ ماشي. إيه العدد والتقريب بقى؟ توجد عادات إيجابية وعادات إيه؟ سلبية. العادات الإيجابية مثل مين؟ الكرم، الشجاعة، الفروسية، التجار. اما عندي بقى سلبيه الشرب، الخمر، اللعب البايظ، الزنا وقت البنات. وعندك كمان العصبيه القبليه. والعصبيه القبليه لعبت ايه؟ لعبت بشكل مين؟ ايجابي اثناء مين يا جماعه؟ المقاطعه الاجتماعيه والاقتصاديه. طيب دور المراه بقى، عملت ايه دور المراه؟ عمل بغزل الصوف وبر ابل، يبقى اسمه دور مين؟ اجتماعي. شاركت في المعارك، دور عسكري. مارست تجارة، دور اقتصادي. تقلدت مكايد الحكم مثل ملكة بلقيس وزنوبيا، دور سياسي. وخدي بالك بلقيس دي كانت موجودة فين؟ الجنوب، وزنوبيا موجودة فين؟ في الشمال. يبقى يجي يقول لك لعبت دور المرأة كام دور؟ 2 في الجنوب وفي الشمال، دور سياسي. طيب نيجي بقى نخش على ظهور ايه؟ الاسلام. طبعا احنا عارفين ان الرسول صلى الله عليه وسلم اتولد في مدينة مين؟ مكة. وسمي هذا عام باسم عام مين؟ الفيل. وحاول ابراهيم عشان ايه؟ يهدم الكعبة، لكنهم ارسلوا عليهم طيران ايه؟ ابابيل ترميهم بحشرة من ايه؟ من السجين فجعلهم كعصف مأكول. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم واجهته عدة الصعوبات. اول حاجة بقى صعوبته ان اتولد يتيم الاب، حيث مات ابوه دفن فين؟ في يثرب. ابوه دفن مات اثناء ايه؟ اثناء في رحلة جاية من بلاد مين يا جماعة؟ الشام. يبقى خدي بالك هو اتدفن فين؟ غرب شبه الجزيرة العربية. طب هو جاي في رحلة جاي من بلاد الشام، ده فصل مين دي يا ميس؟ السيف. كان أرسلته أمه إلى مرضعته إيه؟ في البداية اسمها مين؟ آمنة. ماتت أمه في السادس من عمره. مين أخده؟ جده عبد المطلب.
فلما اخدوه جده عبد المطلب كان ايه؟ مين اخده بعد كده؟ عمه. فعمه كان فقير فاشتغل في حرفه ايه؟ الرعي في طفولته، في الطفوله. اكتسب منها ايه وايه بقى؟ الصبر، التواضع، الشجاعه، كل ده. بعد كده في شبابه اشتغل بحرفه مين؟ التجاره. فخرج في رحله البيت الشام، وده كان فصل مين برضو؟ السيف. فلقب بلقب مين؟ الصادق الامين. كان يتامل في غار اسمه غار ايه؟ حراء، وعنده كام بقى؟ 40 سنه. طيب ليه بقى نزل عليه؟ ليه نزل عليه الوحي؟ اول حاجه رغبته في التامل والتفكير، كان بيحب يروح يتامل ويتعبد في خلقه الله. في نزول مين؟ الوحي. يبقى رغبته في التامل والتفكير، يبقى بدايه الشمع مع مين؟ علماء الفلاسفه. قدرته على حل المشكلات. استخدم هنا اسلوب الحكمه. لما طبعا عارفين ان قريش اختلفت في وضع مين؟ حجر الاسود. فلما اختلفوا في وضع حجر الاسود ايه اللي حصل؟ كلهم كانوا مختلفين، هنحط حجر اسود فين؟ فقالوا ايه؟ هنرد هذا الامين رضينا بيه حكمه. يبقى قريش قالت ان الرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ صادق امين. صادق ايه يا جماعه؟ امين. صادقا امينا. يبقى هنا موقف قريش كان موقف متناقض، انه قالت هنا صادق امين وهي كانت ايه؟ هتكذبه في بعد كده. مناصرته للمظلوم، وهنا طبق حلف مين يا جماعه؟ حلف الفضول. ازاي واحنا عارفين القصه؟ لما طلع رجل قال ايه؟ عايز حد يجيب لي حقي من ابو جهل. الرسول صلى الله عليه وسلم طلع وجاب له مين؟ حقه من ابو مين؟ ابو جهل. فلما نزل الوحي راح للسيده مين؟ خديجه، وطمنته وذكرته، قالت له ايه؟ ان الله لا يخذلك ابدا. يجي يقول لك سؤال دلل، وضحي لي موقف السيده خديجه لما نزل عليه الوحي. هنت له ايه؟ طمنته وقالت له ان الله لا يخذلك ايه ابدا. واخدته لابن عمها مين؟ ورقه ابن نوفل. ده عالم بمين يا جماعه؟ بالانجيل. يبقى دول على اهل مين؟ اهل الخبره، واهل مين يا جماعه؟ اهل العلم. طيب مراحل الدعوه الملكيه الاسلاميه بقى. نزل وحل له تعالى ايه؟ عشان تنشئ الدعوه الاسلاميه. فمرت مراحل الدعوه الاسلاميه كم مرحله؟ 2. في مرحله سريه قعدت كام سنه؟ 3 سنين. وفي عندي مرحله الجهر ايه؟ بالدعوه قعدت كام سنه؟ 10 سنين. يبقى انت عندك في مرحلتين. يبقى انت عندك في مرحله مكيه وفي مرحله ايه؟ مدنيه. المكيه دي كانت فين يا جماعه؟ كانت في مكه. هنا قعد 3 سنين وتعرضوا الاذى منين؟ من قريش. وهنا قعد 10 سنين برضه تعرضوا الاذى منين؟ من قريش. يبقى الاثنين تشابه، الاثنين تعرضوا لايه؟ تعرض للاذى من قريش. تعرض للاذى منين يا جماعه؟ من قريش. طيب لما تعرض للاذى من قريش ايه اللي حصل بقى؟ ايه اللي حصل؟ جه عندنا المرحله الثانيه اللي نزلت بعديها اسمها مرحله ايه بقى؟ يبقى احنا عندنا انقسمت المرحله الدعوه الاسلاميه. قلنا لكم مرحله يا جماعه؟ 2. ايه وايه؟ مرحله في مرحله مكيه وفي مرحله ايه؟ مدنيه. المكيه انقسمت ل2 سريه وايه؟ والجهر بالدعوه. ودي قعدت كام سنه؟ 13 سنه. هنا 10 سنين وهنا قد ايه؟ سوري انا اسفه، هنا 3 وهنا قد ايه؟ 10. اما المدنيه كانت موجوده فين؟ في المدينه. هنا فين يا جماعه؟ في المدينه. طيب المدنيه انقسمت لحاجتين اللي هي ايه بقى؟ الجهر بالدعوه، الجهر بايه؟ بالحرب. وهنا اسمها ايه؟ صلح الحديبيه. طيب ايه اللي هنا التشابه؟ ان الاثنين تعرضوا لمين؟ تعرضوا للاذى منين؟ من قريش يا باشا. اما هنا يا باشا تعرض هنا بقى ايه؟ بناء ايه؟ بناء الدوله الاسلاميه. هيبدا دي من دوله ايه يا شباب بقى؟ الاسلاميه. تمام؟ طيب ماشي. وبقت المرحله السريه تبدا. وبعد ما بدات مين دخل في الاسلام؟ اللي هم اقارب. الاقارب دخلوا الاول، فاختار لهم الرسول صلى الله عليه وسلم اسمها ايه؟ دار الارقم ابن ابي مين؟ الارقم. ودي اول ايه؟ مدرسه في الاسلام. اول مدرسه فين يا جماعه؟ في الاسلام.
دي أول مدرسة في الإسلام، وهنا يتشابه مع مسجد المدينة. مسجد مين يا جماعة؟ المدينة. جميل؟ طيب لو جه قال لك بقى بدأ يخش مين؟ مين دخل بقى فيها؟ الوجهاء والسادة. دخلوا مين فيها في الإسلام؟ من أهل مين؟ قريش، داخلين بهدف ديني وليس دنيوي. تمام؟ طيب بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يبدأ ينشر الدعوة الجهرية. في الأول البداية لما نشر الدعوة الجهرية ايه اللي حصل بقى؟ في الأول الدعوة الجهرية لما في بداية الأمر، بداية مين يا جماعة؟ الأمر قريش لم تدي أي أهمية. يعني ايه ما كانتش مهتمية؟ اعتبرتها مسألة داخلية. يبقى هنا كانت مهتمية بإيه؟ اعتبرتها يبقى هنا خليتها سلبي ولا إيجابي؟ كانت سلبية. يبقى الموضوع كان سلبي مش إيجابي في الأول خالص، واكتفت بمكافحة أبو لهب. أما بقى بعد زيادة عدد المسلمين بدأت بقى تتبع أساليب بقى؟ أساليب قريش. بص معايا كده، في الأول خالص بدأت تنشر حرب مين؟ الشائعات والأكاذيب. 2 التفاوض والمساواة. 3 الإيذاء والتعذيب. 4 المقاطعة مين؟ الاجتماعية والاقتصادية. معايا يا جماعة؟ طيب أساليب بقى قريش. أول حاجة نشر مين يا جماعة؟ الشائعات والأكاذيب. اختارت الوقت والمكان اللي هينشر فيه إشاعات وأكاذيب على مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا موقف قريش كان موقفها متناقض. ليه؟ لما ليه كان متناقض؟ أثناء في حل مشكلة مين؟ مشكلة وجع حجر الأسود. آسف. اللي متناقض بدأت تنشر اشاعات واكاذيب بعد انتشار مين؟ الديانة الإسلامية. لجأت إلى التفاوض والمساواة، بدأت تتفاوض مع الرسول صلى الله عليه وسلم، تعرض عليه الزعامة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رفض. طب التفاوض غير مباشر عن طريق عمه مين؟ عمه أبو طالب. الإيذاء والتعذيب، بدأت تعذب مين؟ الناس تخشى. أكتر ناس كانت بتعذبهم مين؟ العبيد. ودول ما دخلوش فين؟ دخلوا في الإسلام وتعذبوا وماتوا. المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية بقى بدأت أن ننهي على هذه الديانة عن طريق اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم. فبدأ مين بقى؟ عمه مين؟ أبو طالب وبني هاشم اجتمعوا مع بعض اللي احنا هنقف جنب الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا ظهرت العصبية يا جماعة؟ العصبية القبلية بشكل مين؟ إيجابي أثناء المقاطعة الاجتماعية والاقتصادية. بتيجي في امتحان الشهادة، خدوا بالكم. يبقى هي كانت عادات سلبية فظهرت بشكل مين؟ إيجابي. طيب أساليب بقى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قطعوهم لحد ما فضوا اتفضى لما طلع حد من عند أهل بني هاشم، وفض مين؟ الحصار مع مين بقى؟ حد من قريش وحد من بني هاشم ليهم نسب مع بعض، وفضوا هذا مين؟ المقاطعة. الرسول صلى الله عليه وسلم استخدم اسلوب الحكمة والموعظة الحسنة، الصبر والتحمل. صبر، يقول لك صبر آل ياسر حتى نالوا مين؟ الجنة. إنقاذ المستضعفين، يبقى ازاي حل مشكلة التعذيب؟ عن طريق شراء المستضعفين. شرخ أبو بكر الصديق مين؟ بلال بن ربيعة. البحث عن مراكز نشر الإسلام خارج مكة. تعالوا بقى نعرف كده ايه بقى هنا عندنا خارج مكة. أول حاجة الهجرة إلى مين؟ إلى الحبشة، لأن بها مالك عادل لا يظلم أحد وعلى دين سماوي. يبقى ليه اختار الحبشة؟ 2 لسياسي وديني. فسمع النجاشي، سمع من قريش، وزي ما سمع من قريش بدأ يسمع من المسلمين. يبقى هنا النجاشي كسب ثقة الرسول صلى الله عليه وسلم. النجاشي طبق العدل والمساواة. طب رحلة للطائف، ذهب الرسول بعد موت السيدة خديجة وعم أبو طالب. يبقى ليه راح الطائف؟ بسبب موت السيدة خديجة وعم أبو طالب، لحقته إلى مكان تاني بيه الإسلام. فبدأ يلتمس مين؟ من أهل مين؟ أهل الطائف، مين؟ أهل مين؟ ثقيف، لكنهم أذوه. طيب دول رفضوا الإسلام، فاتجه بعد ذلك نشر مين؟ حول مين؟ الطوائف القبائل. فاستجاب كل من مين؟ الأوس والخزرج ودخلوا في الإسلام. ليه؟
لأن نتيجة مين؟ التكافل الاجتماعي مع مين؟ مع اليهود. مع مين يا جماعة؟ مع اليهود. طيب ايه اللي حصل بقى؟ طب بعد ما حصلت بيعة العقبة الأولى والثانية، أظن فاكرين لما قلناها، لما حصلت بيعة العقبة الأولى والثانية يا شباب، احنا قلنا في الموسم الحج كام؟ ال11 قابل أهل من كام؟ من أهل يثرب؟ من أهل يثرب قد إيه؟ 6، وكلهم من قبيلة الخزرج، ودخلوا فين يا جماعة؟ دخلوا الإسلام. جميل. تذكروا بكلام مين؟ اليهود. يبقى نتيجة ايه هنا؟ التكافل مين يا جماعة؟ الاجتماعي. طيب جت بعد كده حصلت بيعة كام عقبة؟ 2 عقبة أولى والثانية. بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. العقبة الأولى هنا قامت بقد إيه؟ 12 من أهل مين؟ يثرب. وكلهم منين؟ من الأوس، من الخزرج ومين؟ والأوس. وأن ينصروه أن يؤمنوا بالله. ماشي. جه في الموسم التاني بقى، في الموسم الكام؟ ال13. قامت بقد إيه؟ 73 رجلا وامرأتين. إيه شرطها؟ الإيمان بالله والنصر ليهم. طيب هنا طبقوا نظام جديد اسمه نظام مين يا جماعه؟ الديمقراطيه. الرسول صلى الله عليه وسلم طبق نظام الديمقراطيه في بيعة العقبه الثانيه عشان يلم شمل مين؟ الاوس والخزرج. حتى يلم مين؟ يلم شمل مين يا جماعه؟ الاوس والخزرج. ماشي، جميل الكلام. خلاص عرفنا الكلام ده. طيب لما عايز بقى يلم شمل الاوس والخزرج بقى، قلنا اهل يثرب دخلوا فين؟ في الاسلام. يبقى هنا اهل يثرب يختلفون عن اهل مين؟ الطائف، ان ده دخل في الاسلام وده رفضوا مين؟ الاسلام. فراى الرسول صلى الله عليه وسلم الهجره الى يثرب. طيب يبقى ليه راح يهاجر الى يثرب؟ لكام سبب؟ 2: ديني واجتماعي. ديني لان امر الهي، اجتماعي بسبب مناصره مين يا باشا؟ المهاجرين والانصار. بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بقى يخطط. ليه يخطط؟ لأن قريش مش ساكتة، اجتمعوا في دار اسمها دار مين؟ دار الندوة. دار مين يا جماعة؟ الندوة. عشان يخشوا فين؟ في الإسلام. عشان يخططوا ضد مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وده يتشابه مع مسجد مين؟ مسجد ضرار. ايه بقى التخطيط؟ ان ابو بكر الرسول صلى الله عليه وسلم اختار مين؟ علي بن ابي طالب ينام في فراشه حتى يرد الامانات. يبقى علي هينام في فراشه ويرد مين؟ امانات. اما مين خرج من بيته ليله الهجره متجه الى ابو بكر الصديق ثم قام معاه كام ليله؟ 3 ليالي. يبقى مين كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ابو بكر الصديق. طيب اثناء بقى وهو في غارة ثور، مين كان بيتابع اخبار المشركين؟ عبد الله بن ابي بكر. مين كانت بتاخد طعام ليهم؟ اسماء بنت ابي بكر. مين كان دليل الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجره؟ عبد الله بن هريره، وما كانش لسه داخل في الاسلام. فاستخدم الرسول صلى الله عليه وسلم طريق، وصحابي ابو بكر الصديق طريق غير ايه؟ مؤيل يثرب، حتى وصل الى ايه؟ يثرب. وكده استفاد الرسول صلى الله عليه وسلم من جميع مين؟ الشخصيات اللي معاه ايه؟ في الهجره. ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم يثرب، ونجحت هجره مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. نخش بقى على ايه؟ الجزئيه. بس نشرب قهوه كده، نشرب قهوه عشان ننفوش. احنا نمنا خالص كده معاكم؟ لا مش هنناش. اكتب بس انت معايا الحاجات المهمه دي. الله يكرمك، الله يكرمكم. ده عام بناء الدوله مين؟ الاسلاميه بقى. احوال بقى الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينه، لقى مين كان موجود في المدينه؟ قبائل مين ومين؟ الاوس والخزرج، وهم مهاجرين من اليمن بعد ان يثرب ده ايه؟ مقلب. ليه راحوا يا جماعه يثرب؟ عشان يثرب تتمتع باهميه ايه؟ اهميه اقتصاديه. اما اليهود، يهود بني نضير عايشين في وادي مطحان، خدي بالك، ودول عايشين في جنوب ايه؟ يثرب. بني قريش وادي معذور شرق يثرب. بني ققناع وسط يثرب، يعني جنوب يثرب وسط ايه؟ يثرب. الحاجات دي مهمه. ايه العلاقه بين القبائل العرب، بين القبائل في المدينه؟ كانت ماشيه على وتيره واحده؟ لا، لم تكن على وتيره واحده. كانت في علاقه الوفاء وفي علاقه ايه؟ خلاف. الوفاء في البدايه كانت علاقه ايه؟ وفاء وتحالف والعيش في السلام عادي خالص. تحولت الى خلاف. ليه؟ من تحالف مع مين؟ العرب، من اجل القضاء على مين؟ العرب وانفسهم. يعني ليه تحولت الخلاف؟ بسبب ايه؟ الزعامه، يبقى احوال سياسيه.
بسبب الزراعة يبقى أحوال مين؟ اقتصادية. بدأت إيه بقى؟ بدأت اليهود تشتغل معاهم. أول حاجة إيه؟ أول حاجة اليهود استخدمت معاهم مين؟ أسلوب المعاهدة. بعد كده تحولت، استخدمت بقى أسلوب إيه؟ فرق تشد. يستخدموا في أسلوب إيه يا شباب؟ فرق تشد. يهود بني نضيل بنو قريظة تحالفوا مع مين؟ الأوس. يهود بني قينقاع تحالفوا مع مين؟ الخزرج. فحدثت الواقعة بين أوس والخزرج واقتربت بين إيه؟ لحد ما حصلت مين؟ حرب يوم وبعيث. مين كان يقضي على هذه الحرب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم عايز يبني دولة إسلامية في المدينة. أول حاجة عملها إيه؟ بناء المسجد. 2 المواخاة بالمهاجرين والأنصار. 3 صحيفة المدينة. 4 بناء الاقتصادي. 5 تأمين الدولة حمايتها. طب بص كده معايا بقى. بناء المسجد كانت مركز ليه؟ ايه اهمية المسجد؟ بناء مركز لشؤون عسكرية وإسلامية. بدأت فين؟ عسكري سياسي. مكان للصلاة والعبادة يبقى هدف ديني. مأوى المهاجرين اجتماعي. الوحدة والألفة اجتماعي. مركز ومدرسة التعليم الإسلامي ثقافي. يبقى وده يتشابه مع مين؟ دار الأرقم ابن أبي الأرقم اللي هم مكان تعليم الدين الإسلامي. بس إيه الاختلاف؟ ده في المدينة وده فين؟ في مكة. طيب المواخاة بالمهاجرين والأنصار بقى ليه الرسول صلى الله عليه وسلم عايز يأخذ بالمهاجرين والأنصار؟ حسوا بأسباب نفسية وجدانية. أراد الرسول أن يعالج حنين المهاجرين من مكة ويحببهم في سكن مين؟ المدينة. طب اقتصادية ان المهاجرين بيشتغلين بحرفة مين؟ التجارة. وما عندهمش خبرة في الصناعة ولا الزراعة. طب اجتماعية عايز يكون العلاقة بين المهاجرين في المجتمع الجديد. فبدأت الأنصار والمهاجرين يتسارعوا مع بعض عشان ايه؟ فنجح الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو يقدر يعمل حاجة اسمها التكافل الاجتماعي أو الإيثار الاجتماعي. إنهاء العصبية القبلية بين المهاجرين والأنصار فين؟ في المدينة. طيب عنده مشكلة تانية، مشكلة اليهود. عقد معاهم حاجة اسمها ايه؟ دستور المدينة أو صحيفة مين؟ المدينة. ودي ليه؟ عشان ينظم علاقات بين كافة مين؟ عناصر المجتمع في المدينة. ويشيء مبدأ مين؟ التعايش السلمي. فحط بنود. ايه بقى البنود اللي حطها؟ بص كده معايا. ناخد بق قهوة كمان عشان نركز كده مع بعض. وركز معايا في الحتة دي عشان دي مهمة أوي. أوي أوي. ايه بنود صحيفة المدينة يا جماعة؟ أول بند عندي المسلمين أمة واحدة هيتعايشوا مع بعض في أمة واحدة في المدينة. 2 وضع أمانة المسلم. يبقى هنا حط إيه؟ حقوق الإنسان. 3 طبق التكافل الاجتماعي بين مين ومين يا جماعة؟ بين المهاجرين والأنصار. جميل. 4 احترام الأديان. احترام الأديان بتاع كل ديانة، كل واحد ليه دين. 5 احترام العقيدة الدينية. كل واحد ليه دينه وما لكم مش دعوة بحد. يهود ليهم دين ومسلمين ليهم دين ومسيحيين. قال الذمة. 6 حاجة 6 بقى الدفاع المشترك. الدفاع مين؟ مشترك. طب الدفاع المشترك ايه؟ في المدينة من أهل مين؟ أهل المدينة. يبقى هنا طبق مبدأ اسمه مبدأ مين يا جماعة؟ المواطنة. إن كلنا نساعد مع بعض عشان نطبق ايه؟ 7 الدعم المالي للدفاع عن المدينة أو مساعدة المدينة من ايه؟ من أهل مين؟ أهل المدينة. يبقى هنا برضو طبق مبدأ مين يا جماعة؟ المواطنة. 8 النصح والبر لأصحاب أهل مين؟ الصحيفة. ندي نصح وإرشاد. طب 9 بقى والرسول طبقها مناصرته لمين؟ للمظلوم
وهنا طبق حاجه اسمها ايه يا جماعه؟ حلف الفضول. من عادات اللي طبق يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم طبق حلف الفضول في صحيفه المدينه، وطبق حلف الفضول فين؟ اثناء حله فين؟ في المشكلات. جميل. طيب دلوقتي ايه العقوبات اللي واجهت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ دلوقتي الرسول صلى الله عليه وسلم عندك عايزه دي اقتصادي. اول عقوبه عندك المهاجرين اصبحوا بلا مسكن وبلا مال. ماشي. صعوبه استيعاب المدينه مش مستوعبه عدد كبير ده كله، فلازم يحل المشكله دي. عدم خبره المهاجرين بامور الزراعه قائمه على يمين اقتصاد المدينه. طب قدر يحلها ازاي بقى؟ بصي كده معايا. اول حاجه بدا يحط اجراءات لتحقيق تنميه زراعيه وتكوين نسيج ايه؟ مجتمعي. يبقى كده الرسول صلى الله عليه وسلم قادر على حل مين؟ المشكلات. من احياها ارض مهمله فهي ايه؟ لها. يبقى يقدر يحل مشكله هنا يا جماعه اقتصاديه واجتماعيه عن طريق حاجه اسمها مين؟ التوسع الافقي. سواء لما حل التوسع الافقي قدر يستوعب حل مشكله مين؟ استيعاب ايه؟ اعداد المدينه. 2. طب المدينه ارض زراعيه عايزه ميه، بدا ينظم شؤون الري في وادي بطحان ووادي مين؟ قنا. طيب الارض بتطلع محاصيل عايزين نبيع، يبقى يقدر ينشئ ايه؟ سوق المدينه. يبقى كده يقدر يحل مشكله مين برضو؟ اقتصاديه. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم قدر يحل مشاكل عنده فين؟ جوه المدينه. طيب دلوقتي المدينه بتكبر، عايزين نامنها من اخطار. بدا يعد الجيش لدوله. يبقى عايز ايه؟ جيش للدوله للحفاظ على كيان الدوله وصد هجمات المعتدين وحمايه نشر الدين الاسلامي. يبقى ده هدف ايه؟ سياسي. طب نشر الاسلام هدف مين؟ ديني. يبقى السياسي وايه يا جماعه؟ وديني. فبدا يبعت ايه بقى؟ بدا يسعد الجيش ويظهر ناس، فظهرت ناس لامعه. من ضمن الناس اللامعه اللي ظهرت في الجيش مين بقى؟ حمزه بن عبد المطلب، علي بن ابي طالب، خالد بن الوليد. وبقى بدا يبعتهم ايه؟ ارسال البعثات والسرايا والغزوات لبسط هيبه مين؟ الدوله الوليده، حتى يفكر احد في مواجهتها. يبقى عايز يثبت ان الدوله الاسلاميه دوله قويه. يبقى ده هدف مين يا جماعه؟ سياسي. كسب بعض القبائل وتحبيط القبائل الاخرى في الصراع بين مكه وبين مين؟ بين المدينه، عشان برضو الهدف ايه يا جماعه؟ سياسي. يبقى كده رجعنا كام درس معايا؟ 3 دروس. انتظروا مني الدروس ايه التانية ان شاء الله بامر الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بقيت الدرس بره واحده ان شاء الله، اللي هو الدرس بايه؟ الاخطار التي واجهت الدوله الاسلاميه في مدينه. اول اخطار في عندنا اخطار داخليه وفي اخطار ايه يا جماعه؟ خارجيه. والدرس ده احنا قلنا عليه مهم جدا. خطر مين؟ المنافقين ثم اليهود. اما الخطار الثانيه تحالف المشركين هم قريش، وعندك خطر مين؟ الروم. اول خطر عندنا المنافقين. مين هم المنافقين؟ هم الذين دخلوا في الاسلام وابطلوا ايه؟ كفرهم. مين تزعمهم؟ عبد الله ابن ابي بن ابي ايه؟ سلول، اللي هو احد زعماء الخزرج. يبقى مين زعيم يا جماعه؟ هو اسمه ايه؟ عبد الله. طيب ايه الهدف منهم؟ زعزعه الاستقرار واثار الفتنه. يبقى ايه همتهم يا شباب؟ زعزعه الاستقرار واسقاط الفتنه واسقاط الدوله الاسلاميه. طيب ايه بقى اساليبهم؟ اول حاجه محاوله تفتيت صفوف جيش مين؟ المسلمين. حاولوا يوقعوا بين جيش المسلمين، بين جيش مين ومين؟ جيش المهاجرين والانصار. نشر الشائعات والاكاذيب. حاولوا لما افتروا على السيده ايه؟ السيده عائشه في حادثه مين؟ الافك. بناء مسجد ضرار، وده يتشابه خدي بالك مع دار الندوه. خدي بالك مسجد ضرار ده يتشابه مع دار مين؟ دار الندوه في ايه؟ الكيد ضد الاسلام. الكيد ضد يا شباب الاسلام. نطبق شويه كده القلم. تمام؟ طيب ايه اللي حصل بقى؟ رجعوا ايه؟ رجعوا بصوت الجيش في غزوه مين؟ احد. لما عبد الله رجع بصوت مين؟ الجيش. حرضوا يهود بني مين بقى؟ انت عندك تحالف مع اعداء الاسلام. رجعوا بصوت الجيش في غزوه مين؟ احد. حرضوا يهود بني نضير. مين يهود بني نضير؟ اللي هم عايشين عند وادي ايه؟ بطحان، على قتال مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. تراجعوا في غزوه الاحزاب اللي هي غزوه مين يا جماعه؟ الخندق. وخدي بالك ان هنا في كده تشابه، يجي يقول لك كده ايه؟ يتشابه موقف المنافقين في كام غزوه؟ احد والخندق. احد ويا شباب والخندق. رفضوا المشاركه في غزوه مين؟ تبوك عام 9 ايه؟ هجريا، عشان بحجتهم. يبقى احنا عند كده ظهر كام غزوه؟ 3. احد والخندق
وتبوك. طيب اما هنا بقى خدي بالك، هم دخلوا في الاسلام بعد غزوه مين يا باشا؟ بعد غزوه بدر. يبقى في فرق من دي وفي فرق ايه من دي. تمام. طيب نيجي بعد كده موقف بقى النبي صلى الله عليه وسلم. رفض النبي قتل مين؟ المنافقين، حتى يكون عنهم ايه؟ قتل اصحابهم. فعمل ترتيب تجميع من المنافقين وحذروا من كيدهم وعدوهم، يعني بدا يوقع ايه ما منهم، لحد ما نزلت آية من آيات القرآن تكشف إيه؟ نواياتهم. فأدى ذلك لإيه؟ هدم مسجد مين؟ ضرار. فلما هدموه إيه اللي حصل لما اتهدم؟ أدى ذلك لإيه؟ موت مين؟ عبد الله. فتراجع يجي يقول لك تراجع أعداد أعداد مين؟ المنافقين. بعد مين يا شباب؟ بعد موت مين؟ عبد الله بن أبي سلول. طيب نيجي بقى نخش على قريش. ايه موقف قريش؟ تشويه صورة مين؟ الاسلام والنبي. بدأوا يشوشوه، يقولوا قدام الناس اللي هو النبي ايه؟ كاذب وساحر. التحالف ضد المشركين في الدولة الاسلامية. محاولة شق الصف الاسلامي. محاولة اختيار النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اول حاجة لما نشر هنا تشويه صورة الاسلام وبدأ ينشروا مين؟ الشائعات والاكاذيب. طيب ازاي بقى؟ لما دخلنا في غزوه اسمها غزوه ايه؟ بني قينقاع، عام كام؟ 2 هجري. ان عندك الغزوه دي ان الرسول صلى الله عليه وسلم لقى ان امراه اعتدوا عليها، اعتدوا على امراه ايه؟ مسلمه، بني قينقاع. فلما اعتدوا على امراه مسلمه تبيع وتشتري في سوق ايه؟ بني قينقاع. ايه اللي حصل بقى؟ نفس صبري. نفس ايه؟ صبري. حصرهم كام يوم؟ بيقول لك حصرهم 15 يوم. ولما حصرهم 15 يوم يا جماعه طبعا ربط كام في كام واحد ايه؟ 700,000 ايه؟ واحد. مين اللي كان جاي يتوسل اليهم؟ اللي هو مين؟ عبد الله بن ابي ايه؟ سلول، جاي يتوسل لهم. فامر الرسول صلى الله عليه وسلم بايه؟ بطرد يهود بني قينقاع من مدينه لحد ما هربوا راحوا على بلاد مين؟ الشام. يبقى دول اول ناس هربوا، ودول عايشين فين يا جماعه؟ وسط يثرب. وسط ايه؟ يثرب. طيب اما بقى التحالف، بص بقى معايا كده. طيب بص يا باشا، اول يهود بني قينقاع هم اصلا خلفوا بند. انهي بند يا جماعه؟ امانه المسلم. امانه ايه يا جماعه؟ خلفوا بند امانه مين؟ المسلم. ليه؟ لانهم اعتداء على امراه ايه؟ مسلمه. اعتدوا على امراه يا شباب مسلمه. فالرسول صلى الله عليه وسلم نفذ ايه؟ صبره من ذلك. فقام دخل فين؟ في الغزوه. ادى ذلك لايه؟ طردهم ايه؟ طرد من مين؟ من المدينه لحد ما هربوا راحوا على بلاد مين؟ الشام. الشام دي موجوده فين يا شباب؟ في الشمال الغربي. تمام؟ دي حاجه كده خلصناها. طيب نيجي بعد كده لما عندنا بقى بعد الغزوه دي بيقول لك ايه؟ التحالف مع المشركين في الدوله الاسلاميه. ازاي؟ عندك يهود اسمهم ايه؟ يهود بني النضير. دول حرضوا ايه؟ يهود بني النضير حرضوا مين؟ المشركين على ايه؟ ان احنا نخش في غزوه نحارب الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا خلفوا بند. بند مين؟ امانه المسلم. طيب اما يهود بني قريظه بقى عملوا ايه؟ ما دخلوش مع الرسول وخلفوا الرسول وطلعوا في غزوه اسمها غزوه مين؟ غزوه ايه؟ الخندق. يبقى هنا خلفوا بند اسمه بند مين؟ الدفاع المشترك. يبقى مين خالف بند الدفاع المشترك؟ بني قريظه. وكنا عايشين دول فين؟ شرق يثرب عند وادي اسمه وادي مين؟ مهزور. اما يهود خيبر عملوا ايه بقى؟ حرضوا قريش عشان نحارب مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وبدا يعدوا ايه؟ العد. طيب موقف اليهود كمان عملوا ايه كمان يا ميسادير؟ بيقول لك موقف اليهود عمل حتى كمان ان محاوله ايه برضه؟ بيقول لك حاولوا اغتيال مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ازاي؟ كانوا بعتوا قالوا هنبعت ايه؟ هننزل صخره عليه، لكن ربنا سبحانه ايه؟ كشفيه. حاولوا دس مين؟ السم في الاكل. دي كده حاجه. اما بقى ما حاولوا شق الجيش الاسلامي عن طريق حاولوا يوقعوا بين مين ومين؟ بين الاوس والخزرج، وفكرهم بحرب اسمها حرب يوم ايه؟ يوم بعاث. وربنا الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي فضها. طيب موقف الرسول مع اليهود بقى طريق طردهم بني قينقاع وطرد بني نضير وانتصر على اليهود ايه؟ خيبر.
طردهم كل. يبقى اول يهود طردهم من شباب بني قينقاع ونظير. اما قتلوا يهود بني مين؟ بني قريظة خضرهم وخيانتهم. الاقطار بقى الخارجيه، تحالف المشركين بكثره الرسول. ايه الحروب؟ مراحل الحروب، في المرحله الاولى وفي المرحله الكام؟ الثانيه. المرحله الاولى طبعا قريش ليه؟ عشان بعتت ايه؟ رساله لمين؟ لعبد الله ابن ابي سلول. وبعتت رساله اللي كمان يا شباب للمهاجرين بتحرضهم على ايه؟ على القتال. استخدمت معاهم حرب ايه؟ حرب دعائيه وحرب ايه يا جماعه؟ نفسيه. حرب دعائيه، حرب ايه يا شباب؟ نفسيه. فالمرحله دي بقى دخلنا في كم مرحله يا شباب؟ 2. فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ عده اجراءات. اول مرحله عندك الدفاع عن المدينه وحمايه كيان دوله الاسلام. بدات منين؟ من غزوه بدر حتى غزوه حزيب الخندق. اما المرحله الثانيه بدات بايه؟ تحالف المشركين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، بدات بصلح الحديبيه حتى فتح مين؟ مكه. طيب تعالوا نعرف بقى صلح الحديبيه ده. بصوا معايا كده صلح الحديبيه. صلح الحديبيه ده يا شباب قلنا الحرب هتوقف لمده كام سنه؟ 10 سنوات. هتوقف الحرب لمده قد ايه يا شباب؟ 10 سنوات. طيب لما توقف الحرب لمده 10 سنوات ايه اللي هيحصل بقى؟ من اراد ان يدخل في حلف محمد دخل فيه، مثل قبيله مين؟ خزاعه. ومن اراد ان يدخل في حلف قريش مثل قبيله مين؟ بكر. من اتى الى محمد الى قريش رد اليهم، ومن اتى لقريش الى محمد رد ايه؟ لم يرد اليهم. طيب قلنا نتائج صلح الحديبيه حقق كم فوائد؟ 2. في فوائد سياسيه وفي فوائد ايه؟ خارجيه. السياسيه ان اصبح ايه يا جماعه؟ اصبح المسلمين اندانا لجيش قريش. اما الخارجيه نشر مين؟ هيبدا ينشر الاسلام خارج شبه الجزيره العربيه. يبقى من نتائج صلح الحديبيه نشر ايه؟ نشر الاسلام خارج شبه الجزيره ايه؟ العربيه. دي كده حاجه. طيب جميل. طيب تفتكروا قريش هتنقض عهدها مع الرسول؟ فقام الرسول صلى الله عليه وسلم بفتح مين؟ مكه. وسميت اسمها فتح الاعظم عام كام؟ 8 هجريا. ايه اسباب فتح مكه؟ لان قريش نقضت عهدها مع مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد صلح مين؟ لان قريش قامت بالاعتداء على قبيله مين يا جماعه؟ خزاعه. فقد ساعدت قبيله ايه؟ بتداعى على قبيله خزاعه، فادى ذلك ايه؟ قيام الرسول صلى الله عليه وسلم بفتح مين؟ مكه. طيب جه واحد من عندهم اسمه مين؟ ابو سفيان. ابو سفيان بقى قال له ايه؟ بيتوسل للرسول يعفو عنهم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ رفض. يبقى ده يدل على ايه يا جماعه؟ يدل على قوه هيبه المسلمين. طب ايه نتائجها بقى؟ عفى الرسول عن اهل مين؟ مكه، وقال لهم اذهبوا فانتم الطلقاء، انتم احرار. يبقى هنا طبق الرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ العفو عند المقدره. العفو عند ايه يا شباب؟ المقدره. يبقى طب بعد ما اتجه وخلص هناك بقى اتجه الرسول صلى الله عليه وسلم الى مدينه ايه يا جماعه؟ الطائف، اللي هي جنوب مين؟ مكه، او جنوب شرق مين؟ شرق مكه. تمام؟ طيب موقف بقى الروم اظهروا اعدائهم امتى؟ بصوا بقى معايا كده. بيقول لك حاولوا حسوا بخطوره الاسلام. حسوا بخطوره ايه يا شباب؟ بخطوره الاسلام. امتى الكلام ده؟ بعد ايه؟ نشر الاسلام خارج شبه الجزيره العربيه، لما الاسلام بدا يفرض ايه؟ يخرج عن شبه الجزيره العربيه. طيب موقف بقى الرسول صلى الله عليه وسلم او موقف التجار العرب. حاولوا فرض حصار اقتصادي على المسلمين في المدينه عشان يهدوا المدينه. اعتدوا على بث الصحابه يدعوا الاسلام في وادي مين؟ كرم. قام شرحبيل بقتل مين؟ حارس اسمه مين؟ الحارس ابن عمير، وده سبب من اسباب مين؟ غزوه مؤتة. هدد الحارس ان شبه اللي خصصني حاكم دمشق باعلان مين؟ الحرب على المدينه. تم قتل والي مين؟ معين. مين والي مدينه معين؟ طب ده معنى ذلك اعلان ايه؟ الحرب. فالرسول صلى الله عليه وسلم هيبدا يخش في غزوه اسمها غزوه مين؟ مؤتة. الرسول صلى الله عليه وسلم يا جماعه في الغزوه دي بدا يحط خطط ايه؟ بديليه. ازاي؟ حط في الغزوه حاجتين. بص يا باشا، غزوه مؤتة الرسول استخدم خطط ايه؟ خطط بديليه قتاليه جديده. ايه هي بقى؟
اذا قتل زيد مين هيمسك مكان زيد؟ ابو جعفر. واذا قتل جعفر مين هيمسك؟ عبد الله. طب دول ثلاثه دخلوا مع بعض في المعركه، لقى ان عدد جيش الروم كتير غير عدد جيش مين؟ المسلمين. فاجتمعوا مع بعض وطبقوا مبدأ مين؟ الشورى. بينص على مبدأ الشورى اللي احنا نستظهر المدى ولا نرجع تاني نخش في المعركة؟ لا، دخلوا في المعركة وتم استشهاد مين؟ كل القادة مين؟ الثلاثة. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاب مين يا جماعة مكانه؟ بيقول لك جاب خالد بن الوليد. وخالد بن الوليد لكفاءته ايه؟ العسكرية. استخدم ايه؟ حاجة جديدة، عملت مين؟ الفرق والكرب. وتغير اوضاع الجيش مين؟ والصمود في مواجهة العدو. يبقى استخدم الفرق والكرب واستخدم ايه يا شباب؟ غير اوضاع الجيش. فايه نتائج الغزوة بقى؟ تعرف المسلمين على حقيقة قوات الروم واساليب قتال جديدة. دي اول حاجة. ان الغزوة مقدمة فتح بلاد مين؟ الشام. وحررنا من روما عند عدد من الخلفاء الراشدين. يبقى هنا زعزعت ايه؟ زعزعت هيبة الرومان. اهي لسه زعزعت الرومان ورفع من نواة الجيش مين؟ المسلمين. للقاء فين؟ في معركة أخرى مثل غزوة تبوك. وفعلا دخلنا في غزوة تبوك والرسول صلى الله عليه وسلم انتصر فيها. وبذلك توفى الرسول صلى الله عليه وسلم. اللي هيجي يمسك المسيرة بقى أبو بكر مين؟ الصديق. كده يعتبر خلصنا مراجعة الوحدة الأولى. ركز في كل نتيجة أنا بقولها ولو ايه التعلم، وإن شاء الله مش هخرج من الامتحان. انتظروا مني إن شاء الله مراجعة على الوحدة ايه الثانية وأسئلة الوحدة ايه الثانية. يلا السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم طلاب الصف الثاني الثانوي؟ إن شاء الله معانا النهارده بقى مراجعة الوحدة الثانية كلها إن شاء الله بأمر الله. يلا يا باشا بقى، يلا يا بطل، امسك قلمك، امسك كشكولك، كتابك، يلا ركز معايا كده يا باشا. طيب الوحدة الثانية هنتكلم فيها عن الدولة الإسلامية بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب وقلنا بقى يا شباب كده عندنا المشكلات اللي واجهت المسلمين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ايه اول مشكله عندنا؟ ايه المشكله؟ خد بالك في الاسئله يا جماعه. احنا قلنا اول المشكلات، المشكلات التي واجهت مين؟ واجهت المسلمين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم هو اختيار الحاكم. اختيار مين يا شباب؟ الحاكم. يبقى احنا كده قلنا يا شباب اول المشكلات، تمام، التي واجهت مين؟ واجهت المسلمين هي مشكلة ايه يا جماعة؟ اختيار الحاكم. اختيار ايه يا جماعة؟ الحاكم. يعني عايز يحط ايه؟ أسس قواعد ايه؟ الدولة الإسلامية. تمام؟ طيب بص بقى معايا كده، دي أول مشكلة. فتصارع. طب احنا عارفين ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأخذ بمبدأ مين؟ مبدأ ايه؟ قلنا خلافة. فسابوا المسلمين يختاروا ايه ما بينهم، فطبقوا مبدأ اسمه مبدأ مين يا جماعة؟ مبدأ الشورى. مين تصارعوا عشان يختاروا ما بينهم؟ مبدأ مين تصارعوا؟ الأنصار. تصارعوا واختاروا من حد من عندهم اسمه مين؟ سعد ابن عبيد. ليه سعد؟ عشان لكام هدف؟ قلت لكم الهدفين. هدف ايه وايه؟ سياسي واجتماعي. سياسي وايه يا جماعه؟ واجتماعي. سياسي عشان ايه؟ حد من يعتبر حد او زعيم، واجتماعي لان حد من ايه؟ منهم من القبيله نفسهم. طيب المهاجرين عرفوا بذلك. طب لما المهاجرين عرفوا بقى يا شباب ايه اللي حصل بقى عندنا؟ بص بقى معايا كده يا باشا. لما المهاجرين عرفت بذلك ايه اللي حصل؟ طيب بص بقى معايا. المهاجرين لما عرفوا اللي هو مين؟ ابو بكر ايه؟ ابو بكر الصديق. ومعاه مين بعد ابو بكر الصديق؟ جه عندنا مين؟ عمر بن الخطاب. وبعد كده عندك مين؟ ابو عبيد. تصارعوا واجتمعوا فين؟ في سقيفه ايه؟ بني ساعده. فلما اجتمعوا في سقيفه بني ساعده اختاروا حد ايه؟ من ضمن المهاجرين. كل اجتمعت المهاجرين والانصار، والانصار تنازلوا عن الخلافه لابو بكر حرصا لمين؟ لمصلحه مين يا جماعه؟ حرصا لمصلحه المسلمين. حرصا لمصلحه ايه يا شباب؟ المسلمين. فتعقدوا كم بيعه؟ 2. في بيعه عامه وفي بيعه مين؟ خاصه. العامه اتعقدت فين يا شباب؟ في المسجد، ان مبايعه المسلمين لابو بكر الصديق في المسجد. اما الخاصه كان اجتمعت فيها مين؟ اللي هم اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم المهاجرون والانصار في سقيفه بني ايه؟ بني ساعده. طيب وكده يعتبر لما اجتمعوا واختاروا ابو بكر الصديق يعتبر ايه؟ تاريخنا ايه؟
تاريخ اول ايه؟ اول ميلاد للخلافه الاسلاميه. اول ميلاد للخلافه يا شباب الاسلاميه. جميل الكلام، حلو الكلام. طيب ايه اللي حصل بعد ذلك بقى؟ بص بقى معايا كده. طيب ابو بكر الصديق طبعا القى الخطبه، وحط في الخطبه النصح والعدل وايه والارشاد لمين؟ للمسلمين. طيب المشكله بقى الثانيه اللي واجهت المسلمين بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هي حركه ايه؟ خاصه ان حركه مين يا جماعه؟ حركه الرده. حركه ايه يا شباب؟ حركه الرده. ليه؟ بص معايا يا باشا، اقول لك انا. حركه الرده دي لما واجهتهم المسلمين، تمام، دي قامت بيها بعض القبائل العربيه، وكانت المرتدين ايه؟ نوعين. يبقى يجي يقول لك هنا الاخطار التي واجهت الدوله الاسلاميه. الخطر اللي واجه الدوله الاسلاميه حركه مين يا جماعه؟ الرد. اول ليه؟ في ناس قوم ظلموا نفسهم، ظلموا المسلمين لكنهم طلعوا عن دفع مين؟ الزكاه، ما رضوش يدفعوا الزكاه. قوم ادعوا المسلمين طلع الاسعدي والاسود عنسلي، والمسلمين مين يكذبوا؟ يبقى ادعوا ايه؟ الجهل. قالوا انا النبي. طيب وخد بالك ان اصابت حروب الرده عن ايه؟ في بقيع البقاط عن جو مين؟ المدينه النبويه. لم يسلب منهم سوى من سكان مين؟ المدينه اللي هم يثرب، ومكه اللي هي عند منطقه الحجاز، والطائف. اما هي انتشرت بقى فين؟ بيقول لك انتشرت في جميع ايه؟ انحاء شبه الجزيره العربيه. طيب ويجي يقول لك احنا عرفنا طبعا ان ابو بكر الصديق يا جماعه مسك خليفه المسلمين بعد وفاه الرسول ايه؟ وده اول حدث ايه؟ اول حدث تاريخي قلت لك تولد فيه عن كان نظام من الخلافه الاسلاميه. طيب بص معايا يا باشا بقى. هي اصلا الخلافه الاسلاميه، الخلافه ايه؟ الاسلاميه راحت فين بعد كده يا ميس هدير؟ بص بقى يا باشا، ليه اصلا المرتدين دخلوا عن الاسلام، تمام، وسابوا هناك؟ انتشرت فين؟ اول حاجه هي انتشرت في بلاد الشام، يبقى شمال شبه الجزيره العربيه. انتشرت عند اليمن في جنوب شبه الجزيره العربيه. انتشرت عندك فين؟ انتشرت عندك في شرق شبه الجزيره العربيه اللي هي عند مين يا جماعه؟ الخليج العربي. ما انتشرتش فين؟ في العراق. لم تنتشر فين يا جماعه؟ في العراق. ولم تنتشر فين؟ في 3 مدن، مين ومين؟ يثرب ومكه والطائف. يبقى لم تنتشر في الاماكن دول. طيب لما انتشروا بقى نعرف هم انتشروا ليه وايه اسباب الانتشار. بص معايا كده. اول سبب عندنا الارتباط بالرسول صلى الله عليه وسلم على رأس الدولة. دي اسباب ايه؟ نفسيه. كيد القوة الخارجية للإسلام، والتانية ايه؟ كيد القوة الخارجية أسباب ايه؟ سياسية. التنافس على الزعامة أسباب ايه؟ شخصية. ضعف الإيمان في قلوبهم ايه؟ أسباب ديني. الحنين الجاهلية يبقى سبب ايه يا جماعة؟ سبب اجتماعي. الرغبة في خروج من تكاليف فروض الإسلام سبب اقتصادي. يبقى احنا عرفنا كده أسباب. يجي يقول لك أسباب ابتداء الإسلام ليه؟ ليه سموا في الإسلام؟ عشان كام سبب؟ أسباب نفسية، اقتصادية، اجتماعية، دينية. طيب مين بقى فاتخذ أبو بكر الصديق موقف ايه؟ حازما، وقرر محاربة تثبيت دعائم الدولة الإسلامية. يبقى هنا أبو بكر الصديق أخذ قرار مين؟ اتخاذ القرار. اتخاذ يا شباب القرار فين؟ ولكن بعض الصحابة كانوا معترضين، قال سبيل الإسلام حد مستقر فين؟ في قلوبهم. لكن أبو بكر الصديق ايه؟ دخل. ايه بقى نتائج الانتصار؟ وخدوا بالكم انه قسم الجيش الى كام لواءات؟ 11 لواءات، وعلى كل قسم فيه ايه؟ فيه لواء، تمام؟ ومين قائدهم كلهم؟ خالد بن الوليد. ليه؟ لكفاءته العسكريه. طب ايه بقى نتائج الانتصار في حرب الردة؟ اول حاجه اعاد التوازن الموقف الاسلامي واتخذ تحت رايه قياده مين؟ المدينه النبويه. يبقى هنا اعاده للمره الكام؟ الثانيه. اما المره الاولى كانت ايام مين؟ ايام الرسول صلى الله عليه وسلم. اظهرت قدره ابو بكر الصديق على قياده مين؟ الدوله، اتخاذ القرار. انتقلت الجيوش بعد كده خارج شبه الجزيره العربيه نشر الاسلام والدعوه بيها. يبقى بدأ أبو بكر الصديق ينشر الإسلام خارج شبه الجزيرة العربية، اللي هيروح على فين؟ على العراق والشام. جميل.
ايه بقى اهم مبادئ الفتح الاسلامي؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم حريصا ان يكون الفتح لله وفي سبيل الله، وصار المسلمون ايه بعد وفاته على نهجه واتبعوا وصيته. فكان يقولون من يقتلون بثلاث امور قبل ما يخشوا في الاسلام. كان بيطلبوا كذا حاجه، يا اما الدخول فين في الاسلام رقم واحد، او دفع الجزيه، او كده. وهذا يعني ان الاولويه في الاسلام هي ايه يا جماعه؟ هي الدخول في الاسلام، ليست من القتال. طيب احنا عندنا ايه اهداف بقى الفتوحات الاسلاميه؟ اول حاجه هدفها نشر العقيده الاسلاميه. 2 تحقيق الوحده والمساواه، نشر الحق والعدل والرحمه والامن. اما بقى اهداف احتلال انخدع بقى ايه؟ كان الشعوب الاخرى بتحقيق السياده عليهم ونهب السواد واستغلت ايه طاقتهم. طيب ايه وصيه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ودي بتجيلنا في امتحان يا جماعه. بص معايا كده يا باشا، من وصيه الرسول صلى الله عليه وسلم، اول وصيه قال لك ايه؟ لا تقتلوا ايه؟ لا تقتلوا شيخا او امراه او طفل. يبقى هنا الرسول صلى الله عليه وسلم حافظ على حقوق ايه؟ حقوق الانسان. 2 ازاي حافظ على الموارد؟ يجي يقول لك حفاظا على الموارد عن طريق ايه؟ كذا حاجه. اول حاجه لا ايه؟ تقطعوا ايه؟ بص معايا، لا تقطع زرعا او نخلا. يبقى لا نقطع زرعا او ايه؟ نخلا. 3 عندنا لا تتقرب منين؟ من الراهب يتعبد فين؟ في الصوامع. يبقى دي اسمها ايه يا جماعه؟ ده اسمه ايه؟ لا تتقرب من الراهب يتعبد في الصوامع. احترام هنا ايه؟ احترام الاديان او احترام العقيده الدينيه. طيب 4 بص معايا في الرابعه، قال لك ايه؟ لا تهدموا مين؟ لا تهدم بيتا او معبد. يبقى احترام هنا يا جماعه احترام الاديان. طب لو قال لك العقيده الدينيه، لا لك العقيده الدينيه لا تتقرب منين؟ لا تتقرب من الرهبان يتعبد فين؟ يتعبد في الصوامع. يبقى هنا احترام ايه؟ احترام العقيده الدينيه. وخد بالك ان الحاجات دي بتيجي امتحان، لو موارد هتقول له زرع. طيب لو احترم الحقوق، لا تقتلوا مين؟ شيخا او امراه او طفلا. لا تغاروا عليهم ايه؟ حاجه كمان، لا تغاروا عليهم ليلا، يعني محدش ضرب ايه؟ عليهم في الليل. تمام؟ طيب ودي الوصيه اللي مشي فعلا عليها مين؟ الخلفاء الراشدين. عشان كده دخلوا بيها ايه؟ دخلوا في فتوحات. طب انا عارف ايه فتوحات دخلوا فيها؟ بص معايا كده يا باشا. مين اللي بدأ بقى في الفتوحات؟ اول واحد عند دخل في الفتوحات هو مين؟ ابو بكر الصديق. ابو بكر الصديق بعد عايز يأمن حدود الدولة الإسلامية، فاتجه يروح يفتح فين؟ بلاد العراق وبلاد مين؟ الشام. الشام دي اللي هي جهة مين يا جماعة؟ اللي هي الشمال. خد بالك الشمال ايه؟ اللي هو الشمال الشرقي. اما العراق الشمال، انا اسفه، هنا الشمال الشرقي وهنا الشمال مين يا جماعة؟ الغربي. طب مين هيكمل مسيرة من بعد ابو بكر؟ عمر بن الخطاب بدأ يفكر في العراق. بعد كده مين؟ الشام، ودفع حركة توسع بعد كده الى فارس ومصر. مين اللي كمل بعديهم؟ عثمان. فاتسعت ايه؟ الفتوحات. تقدمت الجيوش الاسلاميه شرقا الى فارس وغربا الى بلاد افريقيه وتونس حاليا وشمال الى ارمينيا وجنوب الى ايه؟ النوبه. يبقى يجي يقول لك اقصى اتساع للفتوحات الاسلاميه هي مين يا جماعه؟ عثمان بن عفان. علي بن ابي طالب بقى توقفت حركه الفتوحات الاسلاميه نتيجه ايه؟ الفتن والانقسامات. يبقى نتيجه ايه يا جماعه؟ صراعات داخليه، نتيجه اسباب سياسيه. يبقى هي نتيجه ايه؟ خد بالك، يبقى اقصى اتساع هتقول عثمان. اما علي توقفت في عهد مين؟ علي بن ابي طالب. طيب نيجي بقى نخش على فتوحات بلاد العراق. اول حاجه بدات في عهد مين؟ عندنا بدات في عهد الخليفه مين؟ ابو بكر الصديق. بعت مين يا جماعه؟ قائد خالد ابن الوليد.
فتح اكتر منين؟ نص العراق. طيب فقعد عمر الخطاب بقى، وقعت عده معارك كانت مين؟ سعد. خدي بالك في العراق في اول حاجه بدا. ومين بدا؟ خالد بن الوليد. ليه خالد بن الوليد يا خالد؟ لكفاءته يا جماعه؟ لكفاءته العسكريه. واتجه من انهي جهه؟ خدي بالك اللي هو طلع من الجنوب من عند المدينه النبويه عشان بيجي عليها سؤال. اما عندك في عهد بدا بقى في عهد ابو بكر عمر بن الخطاب غير القائد بقى خالد، خلاها مين؟ سعد. فسعد دخل في كام معركه؟ اول معركه اسمها معركه مين يا جماعه؟ القادسيه. عام كام؟ 15 هجريه. ايه اسبابها؟ تعرض المسلمين لهجوم مضاد من قبل مين؟ الفرس. انتصر المسلمين وانتهى سيطره مين؟ الفرس على العراق. انتقلت حدود مين السياسيه بين الدول مين؟ الاسلاميه والفرس من العراق الى جبال ايه؟ زاغرس. يبقى اصبحت اللي بيفصل بين حدود ايه؟ حدود طبيعيه. طيب سعد بن ابي وقاص هيبدا يستكمل الفتوحات. فدخل في معركه المدائن عام كام؟ 16 هجريا. دخلوا المسلمين المدائن من غير ايه؟ معارض. فنزل سعد بن ابي وقاص القصر ايه؟ الابيض واتخذ مصليه، وبعت رسائل الى عمر بن الخطاب يقول له ايه؟ احنا فتحنا ايه؟ المدائن هي عاصمه. يبقى هنا قدر يسيطر على ايه؟ سيطر على الدوله الساسانيه للفرس اللي هي السياسه. فنجح المسلمون فتح بقيه مين؟ البلاد الاخرى الحكم مين؟ الفارسي. طيب وخد بالك بقى، وهو هنا لما بعد بدا استولى على قصر ملك مين؟ الفرس. يبقى هو استولى على قصر مين يا شباب؟ الفرس. فلما استولى عليها بعتها لمين؟ لعمر بن الخطاب. خد بالك بقى يا باشا، سعد بن ابي وقاص لما استولى على املاك قصر ايه؟ ملك الفرس، ايه اللي حصل؟ بعتها لمين؟ الخليفه مين؟ عمر بن الخطاب. يبقى هنا يدل موقفه على موقف مين يا جماعه؟ موقف الامانه. يبقى يجي يقول لك دلل، هاتي لي موقف ان سعد بيدل على موقف الامانه، هتقولي ايه؟ انه ارسل ايه؟ املاك قصر ملك الفرس لعمر الخطاب. فعمر بن الخطاب عايز يطبق ايه؟ وبعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو عايز يطبق ايه؟ مبدا من مبادئ الاسلام اللي هو الوفاء بايه؟ الوفاء بالعهد. انهي مبدا بقى؟ اللي هو بعت ايه؟ املاك قصر ملك الفرس لمين؟ لسراقه. هاتوا لسراقه ياخد املاك ملك الفرس. يبقى هنا عايز طبق مبدا الوفاء بالعهد. يبقى ده يدل على صدق مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. جميل. طيب عمر بن الخطاب دخل فتوحات تاني في بلاد فارس. طيب ليه اتجه المسلمين لفتح الامبراطوريه الفارسيه؟ عشان يستكمل فتوحات ايه؟ الامبراطوريه الفارسيه باكملها وتحقيقا لذلك ايه؟ وقت معارضه. طب ليه دخل في فتح بلاد فارس؟ عشان لتامين فتوحات بلاد العراق. فدخل في معركه اسمها معركه ايه؟ نهوان، سميت اسمها فتح الفتوح. ليه؟ دي يعتبر انتهاء خلاص. انتهاء ايه يا جماعه؟ انتهاء الدوله الفارسيه باكملها. محاولة كسر الفرس اللي هو اسمه مين؟ يزيد الثالث ان يرد رده كيانها منهار بعد ايه؟ من ايدي المسلمين بعد ما كان خد خالد وسعد، خاصة بعد اسر كبار من الفرس وقتلهم. فادرك المسلمين بالنصر وتحطيم نفوسهم دولتهم بالفرس، وفتحت ابوابهم على ايه؟ مصر امام جنود مين؟ المسلمين. طيب قلنا مين كان قائد هنا عندنا المسلمين؟ كان اسمه مين؟ قائد المسلمين اسمه مين؟ النعمان ابن مكرم. وليه اختاروا النعمان؟ برضه لكفاءته ايه يا جماعه؟ لكفاءته العسكريه. لكفاءته يا شباب العسكريه. فاللي جه بعد بقى خد بالك اللي هينتهي لنا خلاص حكم الفرس هو مين؟ كان في عهد عثمان بن عفان. تم فتح بلاد ايه؟ بعض المناطق تمرد اهلها اللي هو على يد مين؟ يزيد الثالث. هرب راح على مين؟ مدينه اسمها مدينه ايه؟ خراسان عام 31 هجريا. فاستطاع عثمان بن عفان ان يخش على هذه المدينه واستولى على ايه؟ يزيد مين؟ الثالث. وكده انتهت الدوله الفارسيه. يجي يقول لك كده انتهت في عهد مين يا جماعه؟ عثمان بن عفان. طيب نيجي نخش على فتوحات بلاد الشام. اهم معارك فتوحات بلاد الشام خدي بالك، اول ما نفكر في فتح بلاد الشام هو مين يا جماعه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه توفى قبل ايه؟ ان يستكملها. فمين مسك مكانه بقى يا شباب؟ اللي مسك مكانه يبقى انت عندك هنا الرسول صلى الله عليه وسلم. اول ما نفكر فين؟
اول من فكر لفتح بلاد ايه؟ بلاد الشام، لكنه توفى لما بقى جيش اسامه. اللي استكمل المسيره هو مين يا جماعه؟ ابو بكر الصديق. فبعد كم جيش؟ 4. بكايه مين؟ ابو عبيده ابن الجراح، ويزيد ابن ابي سفيان، وشرحبيل. بعد كده عندك مين؟ عمرو ابن العاص. طيب لما عمل حاجه زي كده ايه اللي حصل بقى يا شباب؟ بصوا معايا كده. طبعا حصل اضطرابات في الحرب، فجاب مين مكانهم؟ خالد ابن الوليد. برضه ليه؟ لكفاءته ايه؟ العسكريه ودوره في غزوه مين؟ مؤتة. طيب ايه اللي حصل بقى بعد ذلك؟ بص معايا بقى يا باشا. فدخل معانا في خالد بن الوليد، دخل في معركه اسمها معركه ايه؟ اليرموك. ودي كانت بين مين ومين؟ بين الروم وبين عرب مين؟ الغساسنه. ضد مين؟ خالد بن الوليد. طبعا احنا عارفين ان هكر عمل ايه؟ على حاله مين؟ الاستنزاف. فلما عمل حاله استنزاف ايه اللي حصل بقى؟ لما عمل حاله استنزاف يا شباب اللي حصل ايه؟ مين اللي جه اشار عليهم؟ جه اشار ده مكسب ده عمرو ابن العاص. جه اشار على مين؟ على ايه؟ على المسلمين ان عسكر عند نهر اسمه نهر مين؟ اليرموك. يبقى هنا سبب الاسباب مبدا اللي احنا كسبنا في المعركه دي توفير مبدا مين؟ مبدا الشورى. فطبعا ادى ذلك انتصار مين؟ المسلمين وهزيمه الروم. هرك هو طالع بيقول لك ايه؟ عليك يا سوريه السلام سلاما مودع هذا البلد ايه؟ للعدو. دخلنا بعد كده في معركه مين؟ اجنادين 13 هجريا بين المسلمين بقية عمرو بن العاص ضد مين؟ الارطبون. برضو اللي حصل في المعركه دي ان عندنا عمرو بن العاص. بص يا باشا، ان عمرو بن العاص اصلا وصل عند اجنادين، فالارطبون بدا يعمل ايه؟ بدا يوزع قوته على مين؟ مدن فلسطين. فلما وزع قوته على مدن فلسطين ايه اللي حصل بقى؟ بدا عندنا الارطبون فدخل المعركه، ومين انتصر فيها؟ عمرو ابن العاص. ليه؟ لانه وضع خطط ايه؟ خطط استراتيجيه. يبقى سبب من اسباب انتصار عمرو بن العاص انه حط خطه استراتيجيه في هذه مين؟ المعركه اجنادين. فلما حط خطه استراتيجيه وانتصرنا هرب الارطبون، وكده استطاع عمرو بن العاص يفتح ايه؟ جنوب الشام في معركه اجنادين. فهرب من الارطبون لمنطقه ايه؟ بيت المقدس. فلما هرب بيت المقدس بقى ايه اللي حصل؟ برضه حاصر بيت المقدس عمرو بن العاص. فلما حاصر بيت المقدس بكام يوم؟ 15 يوم. فهرب الارطبون راح على فين؟ راح على مصر. مش معنى مصر لانها مركز الاستراتيجي لمين يا جماعه؟ للروم. مركز الاستراتيجي لمين يا شباب؟ للروم. تمام. طيب اثناء حساب بيت المقدس بقى طلب من بطريق ايه؟ بيت المقدس اللي احنا نعمل ايه؟ صلح. فهو بطريق بيت المقدس وافق، بس قاله بشرط. طب هو وافق ليه؟ عشان عدم وصول الامتداد، ان ما كانش في اي منى ولا ذخيره توصل لمين؟ لبيت المقدس. فهو وافق قاله بشرط. ايه الشرط؟ ان احنا هنعمل الصلح مع مين؟ عمر بن الخطاب. طب ليه هيعمل صلح مع عمر الخطاب؟ قال لك عشان لمكانتها ايه؟ لمكانتها الدينيه والمقدسه. يبقى مكانتها الدينيه ايه يا شباب؟ والمقدسه. عشان كده هنعمل مع مين؟ مع هناك. يبقى هو عمل الصلح لاهميتها الدينيه ومكانتها ايه؟ مقدسه. فدخل عمر الخطاب الى بيت المقدس وعقد ايه؟ صلح. عقد كتب امان مع اهل اسمه اهل ايه؟ الياء. مين اهل الياء يا جماعه؟ اللي هم اهل بيت مين؟ اهل بيت المقدس. بينص على ايه في الصلح بقى؟ طبق فيها ايه؟ الحريه والعقيده الدينيه. نستنتج من ذلك ان هو طبق فيها العقيده الدينيه، وده يتشابه مع صحيفه المدينه مع الرسول صلى الله عليه وسلم لما عقد ايه؟ لما عقد صحيفه المدينه مع اليهود طبق برضه العقيده الدينيه. قال لك لا يسكن باهل الياء احد منين؟
لا يسكن بآله احد من اليهود. يبقى كده طرد اليهود كلهم من شبه الجزيره ايه؟ العربيه. تمام؟ جميل. طيب دلوقتي عمر الخطاب عايز ايه؟ يصلي. طبعا البطريق دعا الى الكنيسه، قعد معاه في الكنيسه، فالاذان اذن قال له عايز يصلي. اين اصلي؟ قال له بيتك صلي. فعمر الخطاب رفض حتى لا ياخذ ايه عليهم؟ حتى لا تاخذ المسلمين سنه عن مين؟ من بعد عمر بن الخطاب. فطلع بره طلع بره المسجد، بره الكنيسه، وصلى ايه؟ وصلى جنبها، فبنى مسجد مين؟ عمر بن الخطاب. يبقى هنا عمر الخطاب يدل على مبدا ايه؟ طبق مبدا اسمه مبدا مين يا جماعه؟ الامانه. مبدا الامانه. تمام؟ طيب نيجي بعد كده دلوقتي نخش على الفتوحات ايه؟ الثانيه. الفتوحات بقى في شمال افريقيا. ليه؟ هي بدات فين؟ اول حاجه هي بدات في عهد عمر بن الخطاب. وليه عمر بن الخطاب عايز يفتح شمال افريقيا؟ قال لك عشان عايز تامين فتوحات بلاد الشام. عايز يعمل فتوحات ايه يا شباب؟ بلاد ايه؟ الشام. فجدأت هو في عهد مين؟ عمر الخطاب. فقام عمرو بن العاص بفتح مين؟ مصر. الحمد لله. لكن حاول يخش النوبه لكنه ايه؟ فشل. يبقى يجي يقول لك فشل في دخول النوبه كان في عهد الخليفه مين؟ عمر بن الخطاب. مين القائد اللي فشل؟ عمرو بن العاص. طيب في عهد الخليفه بقى عثمان بن عفان ايه اللي حصل؟ تمكن مين بقى؟ جاب مين؟ عبد الله بن سعد بن ابي ايه؟ السرح من فتح مين؟ النوبه، وعقد معاهم صلح اسمه مين يا شباب؟ البقت. يبقى كده قدر سعد يأمن ايه؟ تأمين ايه؟ الحدود الجنوبيه للدوله مين؟ الاسلاميه. جميل الكلام. يبقى مين فتح النوبه؟ سعد بن ابي السرح. دخلنا على فتح السوبيتري كان عام كام؟ 27 هجري. قام المسلمين بقياده مين؟ عبد الله بن سرح ضد مين؟ البيزنطيين بقياده مين؟ جرجريوس. خدوا بالكم بقى ان عبد الله طلب يستأذن من خليفه مين؟ عثمان ابن عفان ان هو يروح يفتح مين؟ شمال افريقيا اللي هي فتح السوبيتري. يبقى معنى ذلك ان هو يطلب طبق مبدأ مين؟ الشورى. مشاركه اتخاذ القرار. طيب ايه نتائج المعركه بقى؟ عرضنا عليهم دخول في الاسلام، دفع الجزيه او القتال، لكنهم ايه؟ رفض. فدخلنا المعركه وانتصر المسلمين وقتل جرجريوس وفتح سويتلا. خد بالك ان المسلمين انتصروا بايه؟ بفضل مين؟ المنى والمواني اللي بعتها مين؟ الخليفه عثمان بن عفان. فارسل عبد الله بن ابي سعد الجيوش لفتح بعض المدن والحصون المسلمين قصفه وحصن ايه؟ الاجمه. يبقى كده انتصرت الفتوحات الاسلاميه. معنى ذلك ان انتصار اللي هم كانوا ملتزمين بمبادئ الدين ايه؟ اسلامي. تحول جيش الفتوحات الاسلاميه بعد جيش المسلمين بعد الفتوحات الاسلاميه لايه؟ الى قوه عظمى تدافع عن ايه؟ البلاد. طيب نيجي بقى نخش على الايه؟ الفتوحات الاسلاميه في عصر الدوله الامويه. يتميز بعصر احنا عارفين طبعا ان هي توقفت الفتوحات في عهد مين؟ علي بن ابي طالب. وقلنا بسبب ايه؟ قصه ايه؟ الفتن والايه؟ والانقسامات، يعني اسباب داخليه وسياسيه. رجعت فين بقى الفتوحات؟ في الدوله ايه؟ الامويه. يبقى يتميز عصر الدوله بايه؟ قصه الفتوحات الاسلاميه. 2 بلغ الدوله اقصى ايه؟ اتساعا لها. طب تعالوا بقى نعرف ايه الفتوحات الاسلاميه. بدات بمين؟ اول حاجه بدات ببلاد مين؟ السند اللي هي عند الهند. مين القائد اللي فتح هناك؟ محمد ابن القاسم مين؟ الثقفي فتح. ومعنى ذلك ان اصلا مين اللي كان بيتابعه؟ الخليفه. معنى ان خليفه معاويه ابن سفيان يتابعه ده يدل على ايه؟ قوه ايه؟ قوته العسكريه. ان الخليفه يتابع محمد ابن القاسم يدل على قوته يا شباب العسكريه. طب بدأت كده راح اتجه لفين؟ بلاد ما وراء النهر. ومين اللي فتحها؟ قتيبة ابن مسلم اللي تقع عند الحدود. وصل لحد فين؟ وصل لحد الحدود الصينية. فملك الصين طلب ايه؟ طلب الصلح مع مين؟ مع قتيبة. ليه؟ هو طلب الصلح ليه؟ ما احنا عارفين ان اي دولة بنخشها بنطلب ايه؟ يا اما الدخول في الاسلام، دفع الجزية، او القتال. طلب من الصلح منه عشان لايه؟ يدل على قوة هيبة جيش مين؟ المسلمين. عشان عارف ان المسلمين اقوياء وسمع ان المسلمين ايه؟ عمالين يفتحوا فتوحات. فعشان كده ملك الصلح طلب مين؟ طلب الصلح مع قتيبة. ايه بقى فتوحات اسلاميه في اسيا الصغرى وبلاد الروم.
اللي هي ارمينيا واسيا الصغرى، منطقه الصراع ما بينهم. معاويه ادرك ان اكتر منطقه تمر خطر هي منطقه ايه يا شباب؟ منطقه اللي هي عند فين؟ اللي هم الدوله البيزنطيه اللي هي قسطنطينيه. فدور خليفه معاويه بن ابي سفيان في حمايه الحدود الدوله مين؟ الاسلاميه من هجمات البيزنطيين، خاصه ان هي منطقه ايه يا شباب؟ الصخور. عمل ايه بقى؟ رقم 1 حصن مناطق الحدود مع بيزنطين التي عرفت اسمها مناطق ايه؟ الصخور والعواصم اللي هو طريق البري. ده اول حاجه. 2 ترميم المواقع والقلاع على ساحل البحر المتوسط، بدا يرمم عشان يستعد للدخول في الحرب. استخدم اسلوب جديد هنا واحنا مش مكتوبين عندك هنا، استخدم اسلوب جديد اسمه اسلوب مين؟ نظام الصوائف والشوائب. ده اسمه نظام مين؟ الاستطلاع الحربي. استطلاع يا شباب الحربي، يعني زي نظام مخابرات. مين اللي هتتبعه؟ معاويه بن ابي سفيان. حاول اكتر من مره يحاصر مين؟ القسطنطينيه، لكنه ايه؟ قلت لكم لكنه فشل. ايه اسباب بقى فشله؟ بصوا معايا بقى كده. اول سبب عندك غزاره الامطار والبرد القاسي في الشتاء وتفشي الامراض. يبقى انت عندك هنا سبب ايه؟ مناخي. سبب جغرافي، يبقى مناخي جغرافي طبيعي، ده كله صح مش غلط. اما اللي عندك تفشي الامراض يبقى دي اسباب ايه؟ صحيه. استعمل البيزنطيين النار الاغريقيه في اشعال المراكب، يبقى هنا استخدموا ماده ايه؟ من الكيمياء. يجي يقول لك البيزنطيين استخدموا ايه؟ علم مين؟ الكيمياء. طب انت عندك السلسله الحديديه الضخمه الحاجزه ما بين مين؟ القسطنطينيه بين الشاطئ الاسطوري، يبقى دي اسمها استخدام العلمي برضه ايه؟ الهندسه. يبقى كده كم علم استخدموه يا شباب البيزنطيين؟ 2، الكيمياء والهندسه. الموقع الجغرافي القسطنطينيه بالاضافه للاسوار الداخليه والخارجيه الضخمه، ان اصلا معاويه ما كانش دارس الموقع الجغرافي القسطنطينيه، عشان كده ايه؟ خسر. طيب نيجي بعد كده الفتوحات الامويه في ايه؟ في المغرب بقى. بلاد المغرب وبلد مين؟ الاندلس. المغرب بقى يا جماعه بدات بلاد المغرب على يد مين؟ عقبه ابن نافع، حيث انتقلت من مدينه ايه؟ وخدوا بالكم بدات اول حاجه في عهد مين؟ معاويه ابن ابي ايه؟ سفيان. وانتقلت من مدينه برقه فتحها فين؟ في الشمال الافريقي حتى وصل الى ساحل المحيط ايه؟ الاطلسي، واستشهد في معركه ايه؟ تهود. طب الحسام النعمان وصل في عهد الخليفه مين بقى يا جماعه؟ عبد الملك ابن مروان الذي انتقل الى افريقيا ودخل مدينه ايه؟ قرطاجه ومدن الساحل الصحيليه. فلما دخل مدينه قرطاجه انشا مدينه اسمها مدينه ايه؟ تونس. طب قضى على ايه؟ قوه نشأت فين؟ في بلاد البربر. طيب خد بالكم يا جماعه، لما بدا ينشئ مدينه تونس استعان بمين؟ استعان بالاقباط. الاقباط دول هم اهل مين؟ اهل مصر. طب ليه استعان بيهم؟ لانهم عندهم ايه؟ خبره في بناء ايه؟ السفن. يبقى استعان في بناء تونس، بدا يستعين باقباط مصر عشان عندهم ايه؟ خبره. بيقول لك استعين بالخبره. موسى ابن نصير اكمل الفتوحات وكمل الفتوحات في عهد الخليفه مين يا جماعه بقى؟ الوليد ابن عبد مين؟ الملك. اكمل الفتوحات حتى سيطر على باقي مين؟ الساحل الافريقي. يبقى يجي يقول لك كده مين اللي اكمل الساحل الافريقي كله باكمله؟ في عهد مين؟ موسى بن نصير. واستقر حكم الصيف بلاد المغرب وفي عهده. طيب تعالوا بقى نعرف ايه النتائج لما فتحها بقى. هو اصلا لما فتحها بعت مين؟ بص معايا كده يا باشا. طبعا موسى ابن نصير اصلا لما راح فتحها اتجه موسى بن نصير عين مين على مدينه طنجه؟ جيب طارق ابن زيد وراح استولى على مدينه ايه؟ طنجه. خلاص. طيب جه عند حاكم مين؟ حاكم سبته، اللي هو حاكم مين؟ سبته اسمه مين؟ يوليان. يوليان ده قال لموسى ابن نصير يا موسى نعمل الصلح انا وانت مع بعض. نعمل ايه؟ صلح. في مقابل هساعدك في دخول مين؟ الاندلس. اظن عنده ايه؟ عنده حاجه اللي خليه يساعد موسى، مش هيساعد كده بباب الطاق يعني، عشان قتل مين؟ بنته هناك عند قوم وقود، عايز يجيب حقه من قوم وقود. تمام؟ فموسى بن نصير عجبه الحوار، فدخل ايه؟ طنجه، وبعد شويه يخش يفتح مين؟ الاندلس. طب ايه اللي حصل بقى معايا كده؟ لما فتح مدينه طنجه بقى ودخل على المغرب، ايه اللي حصل لما فتح مدينه طنجه؟ رقم 1 دخول البربر في الاسلام ونشر الثقافه العربيه. يبقى هنا ادت الهدف ديني
وهدف ايه؟ ثقافي. تأمين الحدود الغربية للدولة مين؟ الإسلامية. حلو. هدف ايه؟ سياسي. اندماج البرابة في فتوحات إسلامية. يبقى هنا اندمجت البرابة فين؟ في فتوحات. يبقى بدأت البرابة تساعد مين؟ المسلمين في الفتوحات الدولة الإسلامية. ازاي بقى؟ بص معايا بقى فتوحات بلاد الأندلس. طبعا ان فتوحات بلاد الأندلس ده كانت في عهد الخليفة مين يا جماعة؟ الوليد ابن عبد الملك. وخد بالك ان الوليد ما كان معترض اصلا وكان خايف على جيش المسلمين، لكن موسى هو اللي اقنعه. تم التخطيط المسبق بين الخليفه ابن عبد الملك وموسى بن النصير في اختيار بالسرايا او من قبل ده. هنا خدوا بالكم ان موسى بن النصير راح يستأذن الوليد، وده يتشابه مع معركه مين؟ معركه صبيطله. معركه ايه يا شباب؟ صبيطله. لما عبد الله استأذن من عثمان يفتح مين؟ صبيطله. فقام موسى بن النصير بدب مين؟ طارق بن زيد لقيادة الجيوش، وفتح الأندلس، فنزل إلى جبل مين؟ الفتح، وألقى مقاومة هناك عنيفة من القوط وحصل نصر عظيم. يبقى هنا استطاع أن يخش يفتح إيه؟ جنوب إيه؟ جنوب أوروبا. يبقى مين أول قائد دخل وفتح أوروبا؟ هو طارق. ثم التقى بالقوط مرة أخرى في معركة اسمها شاشوزة، وانتصر عليهم المسلمين وقتل ملك قوط، ودخلت معظم بلاد الأندلس فين؟ في حوزة المسلمين. طيب عايزين نكمل بقى بقيتها. قام عبد العزيز بن موسى بن النصير باستكمال ايه؟ شرق مين؟ وخدوا بالكم ان اصلا موسى ابن نصير لما بدأ يكمل المسيرة، خدوا بالكم هنا يا جماعة ان هو غير طريقه. طبعا احنا عارفين ان طارق فتح هنا، خلاص فتح الجزء ده، جميل. طب بعد ما فتحها موسى بن نصير اتجه الى مين؟ اشليبيه. فلما اتجه لاشليبيه يا جماعه، لما اتجه لاشليبيه طارق قدر يفتح شرق وغرب مين؟ الاندلس، لكنه فشل في فتح مين؟ فتح شمال الاندلس. ليه؟ برضو لظروف مناخيه. لظروف ايه يا شباب؟ مناخيه. وهنا يتشابه مع فتح مين يا جماعه؟ القسطنطينيه. يبقى خد بالك كده، يتشابه فتح القسطنطينيه مع فتح مين؟ الاندلس. ان المسلمين فشلوا في الدخول فتح شمال الاندلس، وفشلوا في الدخول فتح مين؟ القسطنطينيه. الاثنين ايه السبب؟ للظروف المناخيه، اللي هو ايه؟ المناخ. جميل الكلام، جميل الكلام. طيب نيجي بعد كده، خلاص. طيب ايه بقى نتائج فتح؟ بيقول لك نتائج فتح كذا حاجه. نقل العاصمه مدينه ايه؟ قرطبه. ليه؟ عشان يكون قريبا من الساحل ايه؟ الافريقي. عشان سبب نشر الاسلام وتعليمه، سبب ايه؟ ديني. اجراء اصلاحات اداريه وتعمير وبناء منشآت معماري. حريه ممارسه العقائد، احترام الاديان، احترام الاديان. القضاء على نظام الطبقات والتحرر من العبوديه، وده اكتر نتيجه تمتعت بها شعب الاندلس. يبقى يجي يقول لك اكتر النتائج التي تمتع بها مين يا شباب؟ تمتع بها شعب مين يا جماعه؟ الاندلس، اللي هم تحرروا من العبوديه. طيب حاولنا برضو نفتح، دخلنا في معركه اسمها معركه ايه؟ بلاط الشهداء. كان عام كام؟ 111. ايه اسباب بقى المعركه؟ ليه دخلنا في المعركه دي؟ بص معايا كده يا جماعه. دلوقتي المعركه دي اللي عند الاندلس، عندنا عبد الرحمن الغفلي عمل ايه؟ قدر يفتح كذا ايه؟ كذا دوكه فرنسيه من الشرق، من الشرق وليه؟ والغرب. وقدر يسيطر على الجنوب الغربي لفرنسا. ادي سيطر على الشباب ايه؟ الجنوب الغربي لمين؟ لفرنسا. وبدا يحط حمايات عسكريه. فجي عندنا دوكا ايه؟ اوكتين استنجد بمين؟ شار مارتر. شار مارتر بدا يستنجد ايه بقى؟ بالبابا روما. فبدا يجمعوا الجيش بتاعهم ودخلوا هناك في معركه عند اسمها ايه؟ تويا بويتير، اسمه نهرين، استنجدوا هناك عند النهر. عبد الرحمن وهو بيتحرك هو الجيش مش قادرين
جيش المسلمين ايه اللي حصل له؟ اتهلكوا. ليه؟ لانك انت حاطط على كل ديكوا ايه؟ حمايه عسكريه، فبدات ايه؟ تهلك. فلما اهلكت ايه اللي حصل بقى؟ جه عندنا عبد الرحمن، الحرب دي قعدت كام يوم؟ 10 ايام. ادى ذلك الى استشهاد مين؟ القاده المسلمين. ليه؟ ان كثرة عدد جيش مين؟ الفرنجة. اما عدد جيش المسلمين كان قليل، وكمان ايه اللي حصل لهم؟ ضعفهم، مش قادرين يستحملوا، عشان كده ايه؟ خسروا في المعركة. يبقى انت عندك هنا يا باشا بقى، يبقى انت عندك كده ايه اسباب هزيمة المسلمين؟ كثرة عدد الجيش مين؟ شار مارتر. وعددهم كام؟ فضلا عن قرب الامدادات اليهم. يبقى هنا كثرة عدد مين؟ الجيش. اتحاد جيش الفرنجة ودعم البابا. صعوبة الظروف الطبيعية برضو، ما عرفوش ليه؟ ما عرفوش يكسبوا برضو، ما كانوش دارسين، وده يتشابه مع معركة مين؟ القسطنطينية ومعركة مين؟ الأندلس، إنهم برضو ما عرفوش يفتحوها. انهلاك جيش المسلمين وقوته وجنوده وقصة من معارك في هذه المعركة. طيب بص معايا كده، أنت عندك في تشابه بين معركتين، معركة غزوة مؤتة وبين معركة مين؟ بلاط الشهداء. في ايه؟ ان الاتنين استشهد فيها مين؟ القادة مين؟ المسلمين. حلو؟ الاتنين لما استشهد القادة المسلمين ايه اللي حصل كمان عندنا؟ لما القادة المسلمين استشهدوا ادى ذلك كمان الى ايه؟ ان برضه الغزوة دي ودي هنا قعدت 7 ايام وهنا قعدت كام يوم يا شباب؟ 10 ايام. يبقى اختشابها في الايه؟ في الايام واستشهاد مين؟ القادة. طيب نخش بقى على ايه؟ الدولة ايه؟ العباسية. فتحت الدولة العباسية. طبعا احنا عارفين ان الدولة العباسية يا جماعة ورثت عن الدولة الأموية ميراث ايه؟ ضخم. منين؟ من الجيش، قصدي من أملاكها. فاستطاعت الدولة العباسية أن تقسم الدولة لدول ايه؟ مستقلة. وده يختلف عن الدولة مين؟ الأموية في المشرق. فظهرت دول مستقلة مثل الدولة الطاهرية، الصفرية، والسامانية. والدولة عندك الثانية اسمها الدولة ايه؟ الغزنوية والغورية. أما الدولة عندنا برضو ظهرت عندنا دولة غزنوية وغورية، الاثنين ايه؟ لقوا حملوا لواء فتح اسلام فرد مين؟ الهند والسند. طيب بص معايا كده، تعالى كده نعرف ايه اسباب. بص كده معايا ان الدولة العباسية اصلا الدولة ايه؟ العباسية ورثت عن الدولة مين يا جماعة؟ الأموية. ايه؟ ميراث ضخم. ميراث ايه؟ ضخم. منين؟ بيقول لك ميراث ضخم من فتوحاتها وامتلاكاتها. فقسموا الدولة العباسية إلى دول إيه؟ إلى دول مستقلة. ليه؟ حرصا لمين؟ حرصا لأعدائها. ضد مين يا شباب؟ حرصا لأعداء. مين أعدائها؟ اسمها الدولة الزيدية في الشرق. والدولة عندك مين؟ عندك الدولة اللي في الغرب اسمها الدولة مين عندك؟ اللي في الغرب. يبقى أنت عندك هنا ظهرت الدولة الزيدية في المشرق، والدولة الحديثة فين؟ في المغرب. جميل؟ وخدوا بالكم ان الاثنين دول يتشابهون فين؟ اعداء للدولة العباسية. اما الاختلاف دي في الموقع، دي في المشرق ودي فين؟ في المغرب. جميل؟ طيب فانقسم عصر عباسي. في عصر عباسي اول يتميز بايه؟ بالقوة، وعصر عباسي الثاني يتميز بالضعف. اللي يتميز بالقوة كان الدول المستقلة هنا، الدول ايه يا شباب؟ المستقلة كان عندهم ولاء الخلافة ايه؟ العباسي. اما في عصر عباس الثاني الدول المستقلة بعدت عن الدولة العباسية واتجهوا الى فتوحات مين؟ بدأوا يعملوا فتوحات اسلامية ايه؟ من نفسهم. جميل الكلام؟ حلو الكلام. مين بقى اللي كان قائد الدعوة العباسية؟ اسمه مين يا شباب؟ ابو مسلم الخراساني. وده كمان حكم مين يا جماعه؟ اللي كان هرم عندهم من ام فرس. يبقى خد بالك ان العباسيين اعتمدوا في الحكم على مين ومين؟ على الفرس وعلى مين يا جماعه؟ الاتراك.
وده يختلف عن مين؟ يختلف عن الدولة الأموية. إن الدولة الأموية كانت تعتمد على مين يا جماعة؟ على العرب. أما دول كانوا يعتمدوا على مين ومين؟ الفرس ومين؟ عندك الفرس والأتراك. جميل الكلام؟ جميل الكلام. طيب إيه اللي حصل بعد ذلك بقى؟ فظهرت عندنا دول مستقلة، في دول مستقلة في الشرق وفي دول مستقلة في الغرب. أول دولة عندنا اسمها دولة مين يا جماعة؟ قلنا الدولة الطاهرية، والدولة السامانية، والدولة الغورية، والدولة الصفارية، والدولة الغزنوية. دول كلهم يقعوا فين؟ في المشرق، وعندهم ولاء للخلافة العباسية. أما اللي بيقع في الغرب هم مين ومين؟ الأغلبة والأدارسة. طيب دي مش عندها ولاء لمين؟ الخلافة العباسية. أما الأغلبة عندهم ولاء فين؟ عندهم ولاء الخلافة العباسية. طيب هنا يتشابهون فين؟ يتشابهون في الموقع. طب دول مثلا يتشابهون فين؟ في الموقع. أما مين الدولة اللي عندهم بقى مش عندها ولاء؟ الدولة مين؟ الزيدية، لم تكن إيه ولاء. دول كلهم يتشابهون في الموقع. أما الزيدية لم تتشابه. عندها إيه الدولة الزيدية؟ بيجي يقول لك الدولة الزيدية يا شباب عندهاش إيه؟ ولاء. ودي تتشابه مع دولة مين؟ الأدارسة. الزيدية والأدارسة عندهم ولاء الخلافة العباسية. أما هنا في تشابه في الموقع كلهم مع بعض، وهنا في تشابه فين؟ في الموقع. حلو الكلام، جميل. طيب تعالوا بقى نعرف الجزئية برضو، الحتة التانية، إن الدولة العباسية برضو بتقلد الدولة الأموية في كل حاجة. برضو حاولت تفتح مين؟ القسطنطينية. إيه الإجراءات بتاعت فتحتها بقى؟ أول حاجة عندنا بدأت تقوي إقليم مين؟ الصخور والعواصم. نفس الحاجة بالظبط. حرص على استخدام نظام مين؟ الشقوق الصافي. يبقى الاثنين دول كده يتشابهون مع الدولة مين؟ يتشابهون مع الدولة الأموية. طب ايه الاختلاف بقى؟ ان الخلفاء العباسيين خرجوا انفسهم لحرب مين؟ الروم. وقع تبادل ايه؟ الاسر. بدأ بقى المسلمين يكسبوا، فحصل ايه؟ تبادل لمين؟ للاسر. ايه بقى الفتوحات العباسيه برضو في جزر البحر المتوسط؟ برضو سعى العباسيين زي ما العباسيين ورثوا ميراث عن الدولة الأموية في الجهة البرية، برضو ورثوا ميراث فين؟ في وجه مين؟ فين؟ في البحرين. فورثوا ميراث برضو الدولة العباسية اتجهت إلى جزر البحر مين؟ متوسط وجنوب أوروبا. فسعى العباسيون منذ خلافة مين؟ هارون الرشيد اللي استعدت ايه؟ السيادة البحرية تاني على بحر المتوسط، وذلك على مرحلتين. أول مرحلة عايز يضم جزيرة ايه؟ قبرص. المرحلة الثانية ضم جزيرة ايه؟ صقلية. طيب قبرص دي دخل قبرص وعقد صلح مع مين؟ مع أهل قبرص، لكن أهل قبرص لم يوفوا ايه؟ بعضه. ازاي؟ بص معايا يا باشا. أهل قبرص دلوقتي هارون الرشيد دخل فتح مين؟ قبرص. راح عقد معاهم ايه؟ احنا قلنا الدخول في الاسلام او دفع الجزيه او ايه؟ القتال. حلو؟ فعقدوا مع بعض مين؟ الصلح، اسمه صلح مين؟ قبرص. لكن اهل قبرص وفوا بعضهم لم يوفوا؟ لم يوفوا بعضهم. يبقى هنا لم يطبقوا ايه؟ مبدأ مين يا جماعه؟ الوفاء بالعهد. خلفوا العهد. فهارون الرشيد اخذ اهل قبرص واسكنهم مع مين؟ المسلمين، عشان يتعلموا ويتربوا. بعد ذلك عفى عنهم وقال لهم بصوا، عفى عنكم وترجعوا بلادكم قبرص، في مقابل تساعدوني ضد مين؟ ضد الروم. تستخدموا حاجه اسمها مين؟ الاستطلاع الحربي. ضد مين يا جماعه؟ الروم. يبقى الروم لما يجوا يهجموا تعرفوا تقولوا لي على طول. يبقى كده استطاع هارون الرشيد ان يسيطر على ايه؟ على بلاد مين؟ قبرص عن طريق مين؟ الصلح. طيب جه عندنا برضو عايز يفتح ايه؟ صقليه. قامت دولة الأغلبة بفتح جزيرة مين؟ صقلية. الأغلبة دي مين اللي أنشأها؟ على يد إبراهيم ابن الأغلب. مين اللي أسسها يا جماعة؟ واحد اسمه إيه؟ إبراهيم ابن الأغلب. وده كان بإيه؟ بأمر مين؟ بأمر خليفة مين؟ هارون الرشيد. على يد دخل جزيرة صقلية على يد قائد مين؟ أسد ابن فرود. يبقى استطاع فتح كام جزيرة في البحر يا جماعة؟ قبرص وصقلية. يبقى كده قدروا يفتحوا جزر في البحر المتوسط في عصر مين؟ العباسي. طيب مين بقى الدول الثانيه؟ الدول المستقله ظهرت عندنا. في دوله اسمها دوله الطولونيه والارشيديه والحامديه. هاجموا الدول البيزنطيه في مناطق ايه بقى؟
خد بالك دول مستقر، استخدموا حاجه اسمها ايه؟ هاجموا مناطق الصخور، دي رقم 1. والعواصم والاقاليم مين؟ الصغرى. واستطاعوا فرض وجود ايه؟ وجودهم امام مين؟ البيزنطيين في تلك الحاجات عن طريق كام حاجه؟ حاجتين، يا اما عن طريق المواجهه والحربيه العسكريه اللي هو الحرب، او عن طريق ايه؟ المعاهدات، او عن طريق مين؟ الصلح. يبقى هم استطاعوا ان يواجهوا الدوله البيزنطيه كام حاجه يا جماعه؟ 3: مواجهه عسكريه، 2 معاهدات، 3 مين؟ الصلح. وبكده نكون راجعنا كل دروس المنهج كله. يا رب تكونوا استمتعتوا بالمراجعه واستفدتوا منها ان شاء الله. مشترك منها امتحان ركزوا فيها ان شاء الله. انتظروا مني اهم الاسئله اللي هتيجي معانا ان شاء الله. فيديو جديد بامر الله، انتظروا فيديو ايه جديد. يلا، السلام عليكم.